بتبدأ حكايتنا مع بطلنا تاكومي، واللي ما كانش عارف ايه اللي بيحصل له، وكل اللي فاكره انه كان متحوط بالنور ده، وفجأة لقى نفسه في المكان الغريب ده، ومرة واحدة بنلاقي قدامه ساحرة اسمها نولين، وبنلاقيها بتقول له اهلا بيك في عالم ميلتجارد، وان انت جيت هنا كواحد من الابطال اللي بيتم اختيارهم كل 10 سنين، وبتعرفه على نفسها وبتعتذر له جدا على اللي حصل، وان وجوده هنا يعتبر غلطة، وانه مش من الاشخاص المطلوبين اصلا، وانهم كانوا بيستدعوا ناس تانية لكنه جه مكانهم. فبيستغرب بطلنا جدا من كلامها، وبيقول لها انا مش فاهم منك حاجه، ويعني ايه جيت مكان ناس تانية؟ فبترد عليه الساحره وبتعرفه ان الابطال اللي تم استدعائهم بطريقه صحيحه موجودين دلوقتي في امبراطوريه سيدونيا، وان هو الوحيد اللي جه بطريقه غلط. فبيطلب منها تاكومي انها ترجعه للعالم بتاعه، لكن للاسف الساحره بتقول له مش هينفع ارجعك، وكانت متضايقه جدا من النظام اللي كل شويه يختار ناس بشكل عشوائي، واللي يا ريت بيطلعوا صح. فبيقول لها تاكومي انا ماليش دعوه، ويا ريت تحل المشكله دي دلوقتي وترجعيني للعالم بتاعي، يا اما تعرفيني الطريقه اللي ترجعني وانا اساعد نفسي بنفسي. فبتعرفوا الساحره الحل الوحيد، وانه يحاول يتاقلم ويعيش في عالم جارد لحد لما تلاقي طريقه ترجعه بيها، وعشان هي كريمه جدا معاه مش هتبعته على امبراطوريه سيدونيا، وده عشان فيها مشاكل كتير حاليا، وانها دلوقتي هتستخدم قوتها وهتبعته المدينه هاديه واللي قالت له عليها. فبيقول لها بطلنا استني بس، وبيسالها عن العالم اللي هيروحه، وهل هيكون في عفاريت ووحوش وتنانين ولا الدنيا هتكون هاديه. فردت عليه الساحره وبتقول له ايوه فيه، لكن ما تقلقش وانا هساعدك بقوتي السحريه. ساعتها بطلنا بدا يشوف احصائياته، وبيعرف ان عنده 17 سنه، وده رقم غريب لانه في العالم الحقيقي كان شاب 30 اصلا. المهم بيكتشف ان ما عندهوش ولا مهاره، فبتقول له الساحره انت دلوقتي عندك اختيارين، يا مهاره القتال يا اما مهاره الانتاج. ومهارات القتال بتكون زي السياف والساحر، اما مهارات الانتاج بتكون زي انه يكون متخصص في الاعشاب او يكون خيميائي. ساعتها بيقول لها تاكومي ابعدينا عن اي مهاره قتاليه، وانه مش عاوز مشاكل خالص في العالم ده، وانه يخليه في مهارات الانتاج احسن. وقتها بنلاقي الساحره بتستخدم طاقتها السحريه، وبتبدا تنقل له مهارات الانتاج، وبتطلب منه يحاول يستخدمها بشكل كويس، وده عشان يقدر يعيش في العالم الجديد ويعمر فيه بمعنى اصح. وبنلاقيها بعتته على مكان اسمه اسجارد، وان ده المكان اللي مغامراته كلها هتكون فيه. ولما بطلنا بيوصل للعالم ده وبيقوم من مكانه، بيلاحظ ان شكله متغير جدا وقد ايه هو وسيم، لكنه مش بيهتم بالموضوع ده. بنلاقيه فتح الشنطه اللي معاه عشان يشوف ايه اللي موجود فيها، وبيلاقي شويه اكل وسلاح وفلوس تساعده في بدايه حياته في العالم ده. المهم بنلاقيه قام من مكانه وبدا يتدرب على المهارات اللي عنده، وبعد شويه بيقرر بطلنا انه يروح اقرب قريه للمنطقه اللي هو فيها، لكن بيلاقي في طريقه خشبه، فبيقيمها وبيعرف انها من نوع الترند، وده نوع مشهور جدا باسم وحوش الخشب، وان ليه استخدامات كتيره جدا زي انه ممكن يستخدموه في ادوات السحر والرماح. فعشان كده بنلاقي بطلنا اخده معاه وبدا يعمل الرمح بتاعه الجديد، وبيكون كسب مهاره الاشغال الخشبيه. فعشان كده بيقرر بطلنا انه يقيم الغابه كلها، وبيكون عارف ان في كنز تحت ايده، وانه يقدر يعمل جرعات وسموم كتيره جدا، بس للاسف الحاجات اللي هو جمعها ما قدرش يدخلها في الشنطه بتاعته. فعشان كده استخدم تقنيه صندوق الادوات اكس، وبيكون حفظ كل حاجه فيه. في اللحظه دي بنلاقي بنت صغيره بتجري وبتطلب المساعده، وبنلاقيها استخبت ورا بطلنا، وبنكتشف انها كانت بتجري من ارنب ضخم جدا وكان خايف منه، لكن اول لما الارنب هجم عليه بطلنا ضربه بالرمح في دماغه، وبيكون خلص عليه، وكان مش مصدق كميه القوه اللي جمعها في الفتره القليله دي. وللاسف تصنيفه بيكون اتحول من تصنيف الخيميائي لتصنيف القاتل، وطبعا دي حاجه ما عجبتش بطلنا. لكن اول لما البنت بدات تتكلم معاه بيكون نسي الموضوع، وبيعرف منها انها من قريه بورد، وانها هنا موجوده عشان بتقطف الاعشاب الدوائيه للقريه بتاعتها. وقتها بطلنا فرح جدا وطلب منها تاخده معاها للقريه دي، وطبعا مش محتاج اقول لك ان البنت وافقت فورا، وبطلنا بيكون اخد معاه الارنب وبداوا يتحركوا هما الاثنين للقريه. وبنروح بعد كده لامبراطوريه سيدونيا، وهناك بنلاقي 3 شباب واقفين وما كانوش عارفين ايه اللي بيحصل، بس بتخرج لهم بنت اسمها اليزابيث، وبتعرفهم انهم موجودين هنا عشان يحموا العالم، وانهم استدعوهم عشان يستخدموا قوتهم عشان ينقذوا العالم ده. طبعا وقتها الشباب ما كانوش فاهمين اي حاجه، لكن اليزابيث طلبت منهم يسمعوا الكلام بس، وكل حاجه هيعرفوها في وقتها. ساعتها الشباب وثقوا فيها ما عدا اكاني، ووعدت نفسها انها مش هتثق في البنت دي ابدا. وبنرجع بعد كده لتاكومي، وكان واقف قدام اهل البنت اللي انقذها، وطلب منهم يوفروا له مكان يقعد فيه في القريه لمده كام يوم. وطبعا مش محتاج اقول لك ان اهلها وافقوا فورا، وبلغوه ان القريه دي مصدر كويس لصناعه الادويه، وان في مكان يقدر يجيب منه المواد الخام بتاعته، وان القريه دي معروفه باسم جنه الحرفيين. وطبعا مش محتاج اقول لك ان بطلنا وافق فورا، بس للاسف الاهل بيصدموه وبيعرفوه ان مفيش بيت يستقبله، وعرضوا عليه انه يبني بيت. والغريب بقى ان بطلنا وافق، وبنلاقيه راح للمكان الجديد بتاعه وبدا يبني في البيت، بس للاسف طاقه المنى بتاعته خلصت من قبل ما يبتدي، والاهل طلبوا منه يستريح وانهم هيعملوا كل حاجه مكانه. وتاني يوم بنشوف بيت بطلنا وهو جاهز، وكان فرحان جدا بالبيت الجديد بتاعه، ده غير انه مستواه في الخيمياء اتطور جدا. المهم بنكتشف ان بطلنا جمع خامات كتيره جدا، وللاسف ما كانش عارف يعمل بيها ايه، فعشان كده قرر انه يحول الخامات لسبايك، وفعلا بيكون قدر يعمل كده، وكان مبسوط جدا من اول سبيكه عملها. فعشان كده قرر انه يحول باقي الخامات لسبايك. وبعد ساعات بنشوف مولي وهي رايحه لبطلنا عشان تديله العشاء، لكن للاسف اتفاجئت ببطلنا واقع على الارض، لكنها قدرت تفوقه من الغيبوبه اللي هو فيها. ولما الاهالي سالوه عن اللي حصل بطلنا قال لهم انا اتحمست بزياده
زياده واستهلكت كل المنى بتاعتي. وعشان يعوض الطاقه اللي فقدها بيكون اخد جرعه شفاء كبيره، وبعد لما بيحس انه بقى كويس بيكون قدر يحول كل الخامات، وكان مبسوط جدا من شغله وبيته اللي بيتطور مع الوقت، ده غير مستواه اللي اتطور وبيكون وصل للمستوى 32، ده غير انه اتعلم الحداده ومستواه كان كويس جدا فيها لدرجه انه وصل للمستوى 40. وبعد شويه بنشوف بطلنا وهو بيطلب من ابو مولي انه يوفر له 3 انواع اعشاب عشان يعمل منها جرعات كتير، وطبعا ابو مولي وافق وطلب منه يبيع له الجرعات دي لما يخلصها، وفعلا بطلنا وافق وبيكون عمل اول جرعه في حياته، لكن لونها كان مختلف عن الجرعه اللي اخدها من بنجا. وقتها بيقرر انه يجرب وياكل عشبه مسممه، بس قبل ما يموت بيكون جرب الجرعه بتاعته وبيكتشف انها شغاله وبيقدر يبيعها باي سعر، بس فجاه بيلاقي جنبه خنزير بري ضخم، وطبعا مش محتاج اقول لك ان بطلنا كان خايف جدا منه وكان بيحاول معاه بكل الطرق، لكن للاسف الخنزير كان قوي جدا وبيكون دمر سلاح بطلنا، فعشان كده بطلنا قرر انه يستخدم التعويذه بتاعته، لكن برضه بتكون ما عملتش اي حاجه. وقتها بطلنا ما كانش عارف يعمل ايه في المشكله اللي هو فيها وكان بيحاول يهرب منه، بس في اللحظه دي بيلاقي عنكبوت سامي موجود على الارض وكان بينادي على بطلنا، ولما بطلنا بيبص عليها بيكتشف انها مصابه، بس فجاه بيلاقي الخنزير بيهجم عليه، وللاسف بطلنا بيكون استسلم وكان بيودع الحياه في سره، بس فجاه بنلاقي العنكبوت هجم على الخنزير وبيكون قدر يشتت انتباهه، لكن برضه الخنزير كان لسه عايش وبنلاقيه هجم على بطلنا من تاني، بس ساعتها بطلنا قدر يستخدم مهاره التفادي وقدر يهرب منه، وبعدها بنلاقيه استخدم الخيمياء وبيخلص عليه، وطبعا مستواه بيتطور جدا بعد القتال ده. المهم بيروح بطلنا للعنكبوت وبيستخدم عليه سحر الشفاء وبيعالجه وبيكون بعدها ماشي، بس بعدها بتجيله رساله من النظام بتعرفه انه اتفتحت له مهاره الترويض، وعرض عليه انه يروض العنكبوت السم ده. وقتها بطلنا استغرب جدا وكان بيفكر يمشي، بس من نظرات العنكبوت قرر يفكر تاني، ولما راح ساله انت حابب تيجي معايا ولا لا، العنكبوت قال له ايوه. وقتها بطلنا كان فرحان جدا وبيكون سمى العنكبوت كايكب، ده غير انه طور من مستواه وحوله من عنكبوت سام لعنكبوت قاتل. وبيعدي الوقت وبطلنا بيكون ودى الخنزير لاهل القريه، والكل ما كانش مصدق ازاي قدر يخلص عليه وكانوا مبهورين جدا بيه، ده غير انه قدر يروض وحش حشري ودي اول مره يشوفوا شخص عمل كده. المهم بيقعد بطلنا مع اهل مولي وبيعرضوا عليه انه ياخد جلد الخنزير ويبيعه في مدينه بولتون وانه هيجيب له فلوس كتير، وطبعا بطلنا بيوافق وكان مبسوط جدا باجواء القريه وانه قدر يحافظ عليهم ويخليهم مبسوطين. والناحيه الثانيه بنكتشف ان الساحره نولين بتراقب بطلنا وكانت فرحانه جدا بالتقدم بتاعه، بس فجاه بتجيلها واحده من اتباعها وسالتها عن الخطه اللي عايزه تعملها وانها كرمت بطلنا بطريقه غريبه وبتكون نقلته لعالم متاخر عن بقيه العوالم بسنه كامله، وان امبراطوريه سيدونيا لسه ما عملتش تعويذه الاستدعاء الخاصه بيها. فردت الاميره عليها وقالت لها ما اعرفش وان مفيش معنى للي انا عملته. بنرجع بعد كده لبطلنا وكان بيتخانق مع كايكب لانها بتكون كتفته بالشباك بتاعتها، ولما سالها عن السبب قالت له عشان انت دايما مشغول وان انا دايما وحيده. فعرفها بطلنا انه ما كانش بيلعب وانه كان بيصنع جرعات وشويه شغل يجيب بيهم فلوس، وبيكون اعتذر لها عن الاحساس اللي هي حسته وعرفها انه هيلعب معاها النهارده. وطبعا مش محتاج اقول لك ان كايكب كانت مبسوطه جدا، بس في اللحظه دي بنلاقي ام مولي دخلت وكانت مستغربه المنظر اللي هي شايفاه. ساعتها بطلنا كان فاكر انها شاكه ان كايكب كانت عاوزه تاكله وكان بيحاول يفهمها اللي حصل، لكن الام ما كانتش مهتمه بده اصلا وانها كانت مبسوطه جدا بحريق العنكبوت وبتكون قدرت تعمل منه هدوم، واهل القريه كانوا فرحانين جدا منه. ولما بطلنا سالهم عن رايه قالوا له دي ماده فاخره جدا وان نبلاء المدينه بيشتروها، فعشان كده بنلاقي الام بتطلب من كايكب انها تعمل خيوط بس تكون بمرونه اعلى من دي بشويه. ساعتها بطلنا اتدخل وقال لها خلي بالك كايكب مش بتفهم الكلام اللي انت بتقوليه، فعشان كده بنلاقي الام بدات تقول الكلام بطريقه مختلفه وفعلا كايكب بتكون فهمتها وعملت اللي هي عاوزاه. المهم بيقرر بطلنا انه يروح للمدينه وده لانه عاوز يثقف نفسه ويتعلم اكتر عن علم الخيمياء، لكن قبل ما يروح بيكون راح لبنجا وبيطلب منه يعمل له جزمه على مقاسه، وفعلا بنجا بيكون عمله اللي هو عاوزه وبيكون صنع له جزمه تساعده في القتال وما تضايقهوش. ولما بطلنا قال انا مش محتاجها لان منتج مش مقاتل، بنجا قال له مفيش منتج بيدخل غابه ما فيهاش وحوش وانه كده كده هيستخدمها. وفي اللحظه دي بنلاقي ابو مولي دخل وبلغ بطلنا ان قرار نقله للمدينه ده هيحسن حياته بشكل كبير، وده لان المدينه فيها طلبات اكتر ومواد خام كتيره جدا، وانهم اتفقوا مع تاجر جاي من بولتون وان بطلنا هيركب معاه في عربيته. وطبعا بطلنا كان فرحان جدا. وبعد شويه بنشوف بطلنا وهو مروح بيته لكن بتقابله ام مولي وكانت في ايديها احشاء ارنب اصطادوه، ولما بطلنا سالها هتعمل بيها ايه قالت له انها هترميها وانها متضايقه جدا من الموضوع ده وده بسبب ان احشاء الارنب بتكون احلى حاجه فيه. ساعتها بطلنا قال لها انا هستخدم سحر التطهير وهخليها لك صالحه للاكل، وفعلا بعدها بيعمل كده. ومرسى كانت فرحانه جدا بيه لكن طلبت منه يحاول ما يستخدمش سحر الضوء قدام حد، وده بسبب انه سحر نادر جدا ومش اي حد بيقدر يعمله. وطبعا بطلنا بيسمع كلامها وبتعدي الايام وبطلنا كان بيستخدم سحره في تطوير القريه على قد ما يقدر وبيكون حولها 180 درجه وخلاها جميله جدا. وتاني يوم بنشوف التاجر واللي اسمه بابايك واقف قدام سور القريه وبنعرف ان ده الشخص اللي بطلنا هيركب معاه، وان لما بطلنا بيطلب الجرعات وبيديها لابو مولي التاجر بينبهر بيه جدا وبلغه انه هيستناه في العربيه. وقتها بطلنا كان بيودع اهل القريه وشكرهم على الايام الحلوه اللي قضوها مع بعض وعرفهم انه هيرجع لهم تاني، وبعد كده ركب العربيه ومشي. واثناء لما كانوا في الطريق الشباب كانوا مبهورين جدا بيه
وبداوا يتعرفوا عليه اكتر، وبنعرف انهم مغامرين من الرتبه سي، وانهم مشهورين باسم ناب الاسد، وانهم حراس التاجر بابايك. المهم بيسال بابايك بطلنا عن الجرعات اللي بيعملها، وهل في مخزون وكميه كبيره منها ولا لا، وانه لو عاوز يبيعها فعلا فهو هيشتري الكميه كلها. وطبعا بطلنا بيوافق فورا، بس فجاه بنلاقي العربيه وقفت، وبنكتشف ان في وحوش قابلتهم في الطريق، لكن شباب ناب الاسد ما سابوهمش وخلصوا عليهم كلهم. وبعد 3 ايام الشباب بيكونوا وصلوا لمدينه بولتون اخيرا، وبطلنا كان مبهور جدا بالمناظر الجميله اللي هناك، وبنلاقيه راح لنقابه المغامرين وطلب من الموظف يسجله في النقابه كمغامر خيميائي، لكن للاسف الموظف قال له ما عندناش القسم ده في النقابه. لكن فجاه بنلاقيه همس في ودان بطلنا وعرفه انه ممكن يسجل كمغامر، والحيوان اللي معاه كحيوان اليف، وانه بكده ممكن يعيش حياته بشكل عادي جدا في المدينه. وفعلا بطلنا سمع كلامه وبيكون سجل في نقابه المغامرين. وبعد كده بنلاقيه راح لمكتب التاجر بابايك وبلغه انه عنده 100 ترياق للشفاء و100 جرعه لياقه، ولما التاجر بابايك شافهم قرر يشتريهم كلهم. ساعتها بطلنا كان قلقان منه شويه وكان شاكك انه نصاب، بس لما التاجر بابايك قال له بما انك منتج فانت لازم تشتري بيت يكون فيه ورشه، فبطلنا قال له لا طبعا، وان هو لسه واصل المدينه ومعهوش فلوس كفايه. فبابايك قال له انت مش لازم تشتري، انت ممكن تأجر عادي، وان احنا ممكن نوصلك على بيت يكون سعره كويس ويقدم لك قيمه كويسه. وفعلا بيكون عمل له كده، وبيكون جاب له بيت كبير جدا، ده غير ان سعره كان قليل ومناسب لبطلنا. وطبعا مش محتاج اقول لك ان تاكومي وافق على البيت ده. المهم تاكومي وتوماس كانوا في طريقهم لمكتب بابايك، لكن بطلنا بيشم ريحه وحشه جدا جايه من المجاري، ولما بيسال توماس هل بينظفوا وبيطهروا المجاري دايما ولا لا، رد عليه وقال له احنا بنأجر الكهنه وهم بيطوروها، وان الموضوع ده ممكن يكون من سنه للسنه. ساعتها بطلنا استغربهم جدا، وبنلاقيه راح للبيت بتاعه وبدا يعمل خطه يمشي عليها الفتره اللي جايه بحيث يعالج الريحه الوحشه اللي جايه من المجاري. وفعلا بيكون قدر يوصل للحل، وبدا يصنع اول قعده حمام في الحياه، وحاجه زي كده كانت مستنزفه قوته وكانت تعباه جدا. لكن بعد محاولات كتير بطلنا بيكون قدر يعمل اول قعده للحمام، بس فجاه بيسمع صوت حد بيصوت، ولما بيخرج بيكتشف ان كويكب كتفت التاجر بابايك بالحرير بتاعها. وفي وسط ما هو كان بيزعق لها بابايك قال له ما تزعقلهاش، وان الحرير ده مريح جدا، وطلب من بطلنا انه يسمح له يخش الحمام. واول لما دخل انبهر جدا بالقعده الجديده، ولما سال بطلنا بتعمل ايه بطلنا قال له دي بتطهر المجاري ومش هتعمل ريحه وحشه بعد كده. ساعتها بابايك قال له ثواني، هو انت بتقدر تستخدم سحر الضوء؟ ساعتها تاكومي ما قدرش يرد عليه، وده بسبب الكلام اللي سمعه من مولي، وانه يحاول ما يعرفش حد انه بيستخدم السحر ده. لكن بطلنا ما قدرش يكتم السر اكتر من كده، وقال له ايوه انا بعرف استخدم سحر الضوء. وكان متوقع رد فعل وحش جدا من بابايك، لكن مش ده اللي حصل خالص، واتفاجئ برده وطلب منه يصنع له 100 قعده من دي. وطبعا الرقم كبير جدا على تاكومي، خصوصا انها بتستهلك قوته، وبطلنا كان شايل هم العدد. لكن بابايك قال له ما تقلقش، احنا هنروح دلوقتي الكنيسه وهنعمل عقد تعاقد مع خادم يساعدك. وطبعا حاجه زي كده ضايقت كويكب جدا، لكن بطلنا قال لها استني ما تقلقيش، انا كده كده مش متفق مع الفكره دي. لكن بابايك كان بيحاول يقنعه باي طريقه، بس في اللحظه دي بتيجي رساله لبطلنا على بطاقه النقابه، وكان مكتوب فيها انك لازم تنجز مهمه صغيره كده، وانك لازم تروح النقابه وتعرف التفاصيل قبل اخر الشهر. وقتها بطلنا كان فرحان جدا لانه مش هيأجر اي خدم يساعدوه، لكن بابايك اخده معاه وراحوا لشركه مولان لتأجير الخدم. وهناك بطلنا شاف بنت جميله قاعده لوحدها اسمها صوفيا، ومن الواضح انه كان معجب بيها، بس فجاه بنلاقيها بتقول له ارجع لبيتك دلوقتي، وان ده مش مكان للاطفال اللي زيه. المهم بيروح بطلنا المولان صاحبه الشركه، وبابايك كان هو اللي بيتكلم معاها وبيعرفها تفاصيل الخادم اللي تاكومي عاوزه. بس وقتها مولان لاحظت انه متردد شويه، ولما سالته عن السبب بطلنا قال لها انا في بلدي ممنوع فيها تأجير الخدم. فضحكت مولان عليه وعرفته ان المدينه دي بتدي حقوق للخدم، وان المالك بتاعهم لازم يحترمهم غصب عنه ويوفر لهم الاكل واللبس الكويس، ده غير انه مش هيجبرها على اي حاجه هي مش عاوزاها. ومش معنى ان الدوله موفره حقوق للخدم يبقى هي مش موفره حقوق للمالك بتاعها، وان من حقوق المالك ان الخدم بتوعه ما يطلعوش المعلومات بتاعته بره، وان هيكون في خصوصيه عادي جدا. وبدات تعرفوا انواع العقود المنتشره في المدينه، واول نوع ان في اشخاص بيكونوا خدم بسبب ديون كانت عليهم، وان بيكون في مده ملزمين بيها عشان الدين ده يتسدد وما يكونش عليهم حاجه. وتاني نوع ان الاشخاص بيشتغلوا خدم، وان دي بتكون الشغلانه الاساسيه بتاعتهم. وتالت نوع بقى ودول اشخاص بيشتغلوا خدم عشان الملك يوفر لهم مكان يعيشوا فيه. اما بقى النوع الرابع فدول اشخاص مخطوفين من ناس، والناس دول بيبيعوهم كخدم. المهم بيعرفها بابايك ان بطلنا محتاج النوع الرابع، وده لانه عاوز يحررهم بمزاجه وقت لما الشغل اللي معاه يخلص. ساعتها مولان استغربت جدا وسالته عن الوظيفه بتاعته، فقال لها بطلنا انا منتج وبيكون عليا مهمات من نقابه المغامرين، وانه محتاج حد يساعده في حياته اليوميه ويهتم بالقصر بتاعه على قد ما يقدر، ده غير انه ممكن يتعرض لخطر وهو بيجمع المواد الخام، فبيطلب منها توفر له خدم يقدر يهتم بالقصر بتاعه ويقدر يقاتل كمان. فردت مولان وقالت له انت كده محتاج 2 مش 1. واول خادمه بتعرضها لبطلنا هي ماريا، ودي بنت اتخطفت من قطاع الطرق وهي صغيره، وانها ما عندهاش اهل يسالوا عليها. المهم بيعرفها بطلنا مواصفات القصر بتاعه، وسالها هل هتقدر تهتم بيه ولا لا، فقالت له ماريا ايوه هقدر. وبطلنا بيكون اعجب بثقتها جدا وطلب من مولان تجيب له العقد بتاعها، وبكده بطلنا بيكون حل مشكله القصر. اما بقى بالنسبه للخادم القاتل فمولان بلغته ان ما عندهاش اي خادم بيقدر يقاتل للاسف. لكن وقتها ماريا خرجت عن صمتها وقالت لها عندنا صوفيا،
صوفيا. ساعتها مولان اتعصبت جدا وطلبت منها تسكت وانها ما ينفعش تتدخل في اللي ملهاش فيه، وعرفت بطلنا ان صوفيا دي عندها شويه مشاكل، ووعدته انها تحاول تلاقي خادم حروب عشان يساعده في شغله. لكن بطلنا ما عجبوش الكلام ده وقال لها انا عاوز اشوف صوفيا دلوقتي، وان مهاره الحدس هي اللي ماريا مدياها له مش مخليها يرجع في قراره. المهم بعدها بيروحوا اوضه صوفيا، ومولان بتعرفوا ان البنت دي تم اسرها في الحرب اللي حصلت من 50 سنه، وان ده السبب اللي مش مخلي اي حد يتعاقد معاها لحد دلوقتي، ده غير ودانها الشمال اللي مقطوعه وجزءها اليمين مش بيتحرك. اما بقى بالنسبه لقدرتها في السحر فهي مش بتقدر تستخدم السحر الشبحي، وده بسبب اللعنه اللي اصابتها في الحرب، وان عيوبها دي مش هتقدر تساعد بطلنا في اي حاجه. لكن الغريب ان بطلنا طلب من مولان انه يتكلم معاها شويه، واول حاجه صوفيا قالتها انا مش هقدر اساعدك في شغلك، وطلبت منه يمشي ويسيبها. لكن بطلنا مسك دماغها وبدا يحلل قوتها، واتصدم جدا بقوتها الكبيره، وطلب من مولان تجيب له العقد بتاعها وانه هيتعاقد معاها. لكن صوفيا قالت له انا مش هقدر اقاتل، فقال لها بطلنا ما تقلقيش انا هحل المشكله دي. ولما مولان سالته للمره الثانيه هل متاكد من كلامك، بطلنا قال لها ايوه متاكد، وان ده المستوى اللي هو محتاجه. وفعلا العقود كانت جاهزه، ومولان بدات تستخدم تعويذه التعاقد، وبكده البنات بقوا خدم لبطلنا. ولما شكروه بينوا احترامهم ليه، بطلنا قال لهم انا اللي لازم اشكركم لمساعدتكم ليا. ساعتها مولان قالت لهم انتم محظوظين لان معاكم مالك كويس جدا. بعد كده بنكمل وبطلنا بيفتح باب القصر وبيتفاجئ بكويكب هجمت عليه، والبنتين كانوا خايفين منها جدا، لكن بطلنا بيقول لهم ده حيوان الاليف، وعرف كويكب على البنتين دول وانهم هيعيشوا معاهم. وبطلنا اخدهم لجوه وبدا يوريهم الاوض بتاعتهم اللي هيقعدوا فيها. ساعتها البنات كانوا مستغربين جدا لان ده كتير جدا عليهم، وانهم ممكن يقعدوا في اوضه واحده بدل اوضتين. فقال لهم بطلنا انا ما عنديش مشكله من امتلاككم اوضتين من اوضه واحده، وان القصر كبير ومش هيعمل لهم اي مشكله. وبعد شويه بنشوف البنتين وهم مع بعض، وصوفيا كانت مستغربه من اللي بيحصل معاهم، وده لانه ما كانش كاتب حاجه في بنود العقد بتاعهم، وانه ما كانش حاطط اي شروط، وكانت مش عارفه الولد ده بيفكر في ايه. ده غير ان بطلنا كان بيبهرهم بافعاله، وكان مجهز لهم العشاء في اليوم ده. وقتها ماريا كانت متضايقه جدا لان المفروض ده الشغل بتاعها، بس بطلنا طلب منها تاكل وانها ممكن تبدا شغل من بكره. وبطلنا طلب منهم هما الاثنين يقعدوا معاه عشان يتعشوا سوا. وتاني يوم بنشوف بطلنا قاعد مع التاجر بابايك، وبيكون اخد منه ظرف ملفوف، وبنعرف ان دي طلبات بطلنا كان طالبها منه. بعد كده بطلنا بيروح كنيسه كانت موجوده في المدينه، واول لما بيشوف تمثال نولين بيبدا يشكرها على كميه الحاجات الكويسه اللي هي قدمتها له. بس فجاه لقى نفسه في ساحه نولين، وبنلاقيها بتقول له اوعى الدعم والقوه اللي انا اديتها لك تفكرك ان الدنيا سهله، وطلبت منه يحاول يشد على نفسه شويه لان في صعوبات كتير هتقابله. والناحيه الثانيه بنشوف ملك امبراطوريه سيدونيا بيتكلم مع اليزابيث وبيسالها عن الابطال اللي استدعوهم. فاليزابيث قالت له الثلاث ابطال بيتدربوا دلوقتي مع احسن المدربين، وان في خلال مده صغيره هيكونوا اقوى ناس على الكوكب. والغريب بقى الملك طلع بيتفرج على الشباب وهم بيتدربوا، لكن لفت انتباهه ياماتو وهو بيتدرب، وبنلاقيه بيقول له يعني هو ده اخرك. وقتها ياماتو اتحمس جدا وكمل تمرينه بشراسه اكتر. ساعتها اكاني ما عجبهاش اللي هي شايفاه، وكانت شايفه ان العنف مش هيعمل لهم حاجه. بس فجاه بنلاقي اليزابيث اتدخلت وقالت لها العنف ده اللي هيساعدنا في المستقبل، وجمله زي دي خلت اكاني تقلق منها اكتر واكتر. بنرجع بعد كده لبطلنا، وللاسف اول لما دخل القصر بيكون وقع على وشه، ولما البنات بيروحوا عشان يطمنوا عليه وكان وقتها بيلموا حاجته من الارض، بطلنا خاف الظرف بتاعه بسرعه واعتذر لهم لانه مش هيقدر يقعد معاهم النهارده، وعرفهم انه هيكون في ورشته. وقتها صوفيا قلقت منه جدا، وبنلاقيها راحت الورشه وراه واتصدمت جدا باللي هي شافته. ده غير انها سمعت بطلنا وهو بيقول ان اللي ماريا عملته كان صعب جدا. وقتها قررت صوفيا تدخل عليه، وبنلاقيها هجمت عليه وعرفته انه لو عمل حاجه لماريا فهي هتخلص عليه فورا. بس فجاه بنلاقيها فقدت الوعي. ساعتها بطلنا بدا يفحص جسمها وبدا يعالج الاصابات القديمه بتاعتها، وبعد لما خلص بيكون نقلها لاوضتها. ولما ماريا سالته عن اللي حصل، بطلنا قال لها انها انفعلت زياده عن اللزوم، وان ده هو سبب الارهاق الشديد بتاعها. وبنلاقيه قرب منها وبدا يستخدم تعويذه الشفاء الاضافي، وبيكون عالج ودانها المقطوعه، وحاجه زي كده خلت ماريا تنبهر بيه جدا. وبعد ساعات اخيرا صوفيا بتكون فاقت من الغيبوبه اللي هي كانت فيها، ولما ماريا بتسالها عن اللي حاسه بيه بتعرفها صوفيا انها حاسه بخفه في جسمها، لكن بتسالها مين اللي جابها في السرير بتاعها. واول لما بتعرف ان تاكومي هو اللي نقلها هنا على طول بنلاقيها طلبت من ماريا انها تهرب بسرعه، وقالت لها ان الشخص ده مش كويس زي ما هي فاكره. لكن ماريا قالت لها بالعكس ده عالي في نظري اكتر من الاول. وبنلاقيها طلعت مرايه وخلت صوفيا تشوف ودانها الشمال، ده غير انها بقت بتقدر تتحكم في جزءها اليمين كمان. فعشان كده بنلاقيها راحت لبطلنا واعتذرت له على كل اللي حصل. والغريب بقى ان بطلنا شرح لها سوء التفاهم اللي حصل، وانه كان عامل جرعه شفاء وكان لازم يعور نفسه عشان يستخدمها، وانه لما عمل كده مهارته اتطورت جدا. اما بقى بالنسبه لما قال ان ماريا دي صعبه جدا، كان سببها انها رمت اعشاب مهمه جدا بالنسبه له، وان اكيد مش هيكون حابب يأذي بنات زيهم. ساعتها صوفيا سالته انت ليه عملت معايا عقد الخدم؟ فبطلنا بيقول لها انا قلت لك من اول يوم
شفتك فيه اني هتصرف. وكلمه زي دي خلت صوفيا تنهار من العياط، وبنلاقيها بينت احترامها ليه. وتاني يوم الصبح بنشوف بطلنا وهو في المكتبه بيقرا شويه كتب عن الخيمياء، وكان مستغرب ازاي مكتبه ضخمه زي دي ما فيهاش غير 4 كتب بس بيتكلموا عن العلم ده، لكنه ما اهتمش بالموضوع قوي ووعد نفسه انه هيحاول يعرف كل حاجه عن العالم ده. المهم بيرجع البيت وبيلاقي ماريا بتقول له شكلكم امبارح كان جامد جدا، وكانت شايفه انهم لايقين على بعض. وبعد شويه بنشوف بطلنا والبنات بيجهزوا القواعد اللي هتطلع النهارده، وبطلنا بلغهم انه هياخد استراحه من صناعه القواعد دي، وانه حابب ياخد استراحه محارب ويلف العالم ده، وان صديق الرحله دي هيكون صوفيا، وده لانها متميزه جدا في الفنون القتاليه. وطلب من ماريا تحمي القصر وما تخليش اي حد يدخل المقر بتاعه. وقتها بنلاقي كايكا اتضايقت جدا وسالته هيعمل فيها ايه، فتاكومي بيقول لها ان انا هاخدك معايا ومش هسيبك. ساعتها ماريا زعلت جدا، فقال لها بطلنا دي حاجه صعبه شويه وانهم ما ينفعش يسيبوا البيت لوحده. ساعتها ماريا زعلت جدا وكانت منهاره من العياط، وفجاه بنلاقيها راحت لبطلنا وكانت بتبص له بصه فيها نوع من الاستعطاف. ساعتها بنلاقي بطلنا مسكها من دماغها وكان بيحلل طاقتها، واللي كانت مش وحشه خالص بالنسبه للخادمه، وانها ممكن تقاتل زيها زي صوفيا. فبيسالها هل هي متاكده انها عاوزه تروح معاهم، فقالت له اكيد عاوزه. وصوفيا بتتدخل وبتعرفه انها هتعلمها السحر وازاي تقاتل، وعشان بطلنا يكون ساعدهم في كل حاجه بنلاقيه دخل الورشه بتاعته وسالهم عن الاسلحه اللي هم عاوزينها. فصوفيا بتقول له انا عايزه سيف طويل ورمح طوله يكون 2 متر ونص، ده غير القوس الطويل للمدى البعيد وسكينتين للمواجهات القريبه. فقال لها بطلنا انت مش عاوزه ترسي بالمره، فقالت له مفيش مشكله، وانها عاوزه ترسي صغير ما يكونش كبير. ولما جه الدور على ماريا بتكون طلبت سيف قصير وانها مش محتاجه حاجه اكتر من كده. والغريب بقى ان بطلنا فضل سهران بالايام لحد لما عمل لهم الاسلحه اللي هم محتاجينها. بس كان في مشكله صغيره، بطلنا ما كانش عارف مقاسات البنات عشان يعمل لهم الدروع، فعشان كده قرر انه يستخدم عرايس شبههم بالظبط، وبيكون اخذ المقاسات اللي هو عاوزها منهم. وبعد ايام كتير بطلنا اخيرا بيكون خلص تصنيع الاسلحه، وكان فرحان بالنتيجه النهائيه وان المقاسات اللي اخذها كانت مظبوطه جدا. وبنكتشف انه صنع خواتم سحريه تساعدهم في القتال، وطبعا مش محتاج اقول لك ان البنات كانوا فرحانين جدا. بنكمل بعد كده وبنلاقي بطلنا واخد البنات وكانوا في طريقهم لنقابه المغامرين، وبطلنا بيكون عمل لهم بطاقه خاصه بيهم وانهم من دلوقتي بقوا مغامرين رسميا. المهم بطلنا بيتكلم مع الموظف وساله عن الرساله اللي جات لهم من كام يوم، وانه عاوز يعمل المهمه اللي اتطلبت منه. وبنلاقيه راح قدام لوحه المهام وكان بيختار مهمه هو والبنات عشان ينفذوها. بس في اللحظه دي بنلاقي شويه شباب دخلوا عليهم وكانوا بيتريقوا على بطلنا وعاوزين ياخدوا البنات منه، لكن بطلنا ما عجبوش الكلام ده وقال لهم البنات دول تبعي وان اي حد هيلمسهم هكسر عظمه. ساعتها الزعيم بتاعهم ما عجبوش الكلام ده وكان هيضرب بطلنا، بس بطلنا قدر يحول جسمه لالماس وايد الزعيم بتكون وجعته جدا. وقتها الشباب اتصدموا وكانوا عاوزين يضربوه، بس في اللحظه دي بنلاقي زعيم النقابه اتدخل وطلب منهم يسكتوا، وبيكون قدر يسيطر على الوضع وطلب من تاكومي والبنات يجوا معاه. واول سؤال بطلنا اتساله هو ايه اللي حصل وايه اللي هو عمله بره. ساعتها بطلنا ما كانش حابب يجاوب على السؤال ده، لكن بارك قال له انا عارف ان انت بتستخدم السحر. فرد عليه بطلنا وقال له ايوه انا بستخدم السحر، لكن ما استخدمتش السحر بتاعي على الشباب، وان انا سحبت شويه فحم من صندوق ادواتي ودهنته على جسمي العلوي. فالموظف مستغرب ويقول له متاكد انه كان فحم؟ فرد تاكومي وقال له بصراحه انا حولته لماس. ساعتها بارك انبهر بيه جدا، والموظف طلب منه انه يرقيهم للمستوى دي، لكن بارك ما وافقش وعرض على تاكومي انه ينفذ شويه مهمات وانهم لو عملوها فتصنيفهم هيتطور كده كده. ولما بطلنا اخذ راي البنات كانوا شايفين ان دي فرصه ممتازه جدا ليهم عشان يعلوا مستواهم، وانهم لو قدروا ينفذوا المهمات دي فمستواهم وتصنيفهم هيعلى. وفعلا الشباب وافقوا وكانوا في طريقهم لاول مهمه ليهم واللي كانت باسم اباده الجوبلين، والشباب قدروا يخلصوا على كل الوحوش اللي قابلوها. لكن صوفيا كانت شايفه ان الوحوش دي لهم معسكر قريب من هنا وانهم لسه ما خلصوش، وفعلا كلامها طلع صح. بس قبل ما يروحوا بطلنا حس ان كايكا تعبانه شويه، ولما سالها عن اللي حاسه بيه قالت له انها بتتطور. ساعتها بطلنا قال لها انت لازم ترتاحي، وعلى طول بيكون دخلها للصندوق الادوات بتاعه. بنكمل بعد كده والشباب بيكونوا قدروا يوصلوا لمعسكر الوحوش، لكن اتفاجئوا بعدد كبير جدا منهم. وتاكومي كان شايف ان فرصتهم للفوز في قتال زي ده شبه مستحيله، لكن صوفيا ما كانتش شايفه كده وقالت له السحر بيقدر يحل المشاكل اللي زي دي. وبنلاقيهم كلهم وجهوا الخواتم بتاعتهم على الوحوش وقدروا فعلا يخلصوا عليهم، بس للاسف قائد الجوبلين والمساعد بتاعه كانوا لسه عايشين وبنلاقيهم هجموا على الشباب. ساعتها صوفيا بتكون قدرت تسيطر على الوحوش الصغيره، اما بالنسبه لقائد الجوبلين فبطلنا قدر يخلص عليه. واخيرا بعد المهمه الطويله دي الشباب قدروا يجمعوا المجوهرات والاعشاب اللي كانت مطلوبه، والموظف بعدها طلب منهم يجوا وراه عشان يقابلوا رئيس النقابه. وهناك الرئيس كان بيحاول يضحك على الشباب وما كانش عاوز يراقي التصنيف بتاعهم، لكن بيتفاجئ بضربه قويه جدا من كايكب، وبنلاحظ ان شكلها بيكون اتغير 180 درجه، ده غير انها بقت قادره تتكلم وتتواصل مع الناس عادي جدا. المهم رئيس النقابه بيكون رجع في كلامه، والموظف بلغ الشباب ان تصنيفهم فعلا زاد وان المكافآت بتاعتهم موجوده بره. وبعد ايام بنشوف بطلنا موجود في الورشه بتاعته كالعاده، بس بيجي له خبر من كايكب وبتعرفه ان بابايك مستنيه بره. ولما بطلنا راح لقاه مرمي على الارض، ولما سال كايكب عن اللي حصل قالت له انه اتصدم لما شافني وما كانش قادر يصدق ان انا كايكب الحقيقيه. وبعد لما بابايك بيفوق بيعرف بطلنا ان حاكم بولتون عايز يقابله. ساعتها
تاكومي اتصدم جدا وما كانش عارف سبب المقابله دي، فرد عليه بابايك وعرفه ان الموضوع ليه علاقه بادوات التطهير السحريه بتاعته، وفعلا كلامه طلع صح. ولما بطلنا راح هناك الحاكم شكره على كل الحاجات اللي عملها للمدينه، وان لولا الامراض كانت هتنتشر هناك. وفجاه بنلاقيه بيبين احترامه لبطلنا، لكن بطلنا ما عجبوش الكلام ده وطلب منه يعامله بشكل عادي. فرد عليه الحاكم وقال له ان اي حد بيحسن المنطقه بتاعتي فانا مدين ليه بحاجات كتير، ده غير انه خلص على معسكر الجوبلين وريحهم منه، وقال له لو احتجت اي حاجه بعد كده اطلبها من غير تردد. وتاني يوم بنشوف كايكب واقفه قدام الثلاجات وكانت فرحانه جدا بيهم، وبنعرف ان ده الاختراع الجديد اللي بطلنا انتجه وان ده مشروعه الجديد. ولما صوفيا بتساله عن خطوته اللي جايه بيقول لها بفكر اطور الاسلحه بتاعتنا، وده لان اخر مهمه لينا كانت صعبه جدا وانهم محتاجين يقووا الاسلحه شويه، وبما ان مستواه في الحداد اتطور جدا فده معناه ان التطوير هيكون سهل بالنسبه له. وبعد شويه بنشوفه هو قاعد مع الموظف هانس وطلب منه يوفر له ماده المثريل، وان دي الماده اللي هيستخدمها في تطوير الاسلحه بتاعتهم. فقال له هانس ما فيش ولا حداد في المدينه بيستخدم المواد دي، وانه لو عاوز المواد دي فعلا فممكن يلاقيها في مملكه اقزام نومستال، وانه هيديله قائمه بالحدادين الموجودين على حدود المدينه بحيث يسالهم قبل ما يمشي عشان يتاكد. لكن نصحه ان المواد دي بتحتاج مانه كبيره جدا وان دمج المواد دي هيكون صعب شويه، لكنه كان واثق انه هيقدر يدمجهم. وطلب منه يروح مدينه هوراس اللي موجوده في غرب مملكه باركولا ويروح ويستخرج المواد اللي هو عايزها من هناك، لكن للاسف هتقابله مشكله وهي ان حراس المنجم مش هيخلوه يعدي، بس في ثغره لو عملها ممكن يدخل المنجم ده، وهي انه يقبل مهمه اباده الوحوش اللي بيظهروا في وديان المنجم، وانه لو نجح في المهمه دي فعلا فساعتها هيسمحوا له بتعدين الخام اللي هو عايزه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان بطلنا وافق على تنفيذ المهمه دي، وده لانه شايف انه كده هيقدر يضرب عصفورين بحجر واحد. بس في اللحظه دي بنلاقي بارك دخل في نص الكلام وبنلاقيه بيقول لبطلنا انت تعرف ان بولتون بتعاني من نقص في الخشب الترنت صح؟ وده بسبب المغامرين اللي خرجوا عشان يصطادوا الجاموس وسايبين المهمات ومش بيعملوها، وان الترنت دول عباره عن وحوش خشب موجوده في غابه الموت واللي بتكون موجوده في طريق هوراس. وطبعا بطلنا فهم من كلامه انه عاوزه يروح ويعمل المهمه دي، فقال له بارك فعلا ده اللي انا عاوزه، وانه لو استخدم سحر زمكاني هيقدر ينقلهم بسهوله، وانه كده هيكون ضرب 3 عصافير بحجر واحد. وطبعا بطلنا بيوافق بس حط شرط انه هيستخدم جزء من الخشب ده، فقال له بارك انا موافق، وعرفه ان في حداد طالب حراسه شخصيه يساعدوه في رحلته لهوراس وانه عاوز يروح معاه ويسهل المهمه على نفسه. بس ساعتها بطلنا كان قلقان من فريق انياب الاسد وانهم لو عرفوا انه طلع مهمه مكانهم ممكن يتضايقوا جدا، فبركه قال له مفيش الكلام ده وانهم طلعوا مهمه بعيده جدا. وقتها بطلنا فرح وسالهم عن مده الطريق، فقال له هانس بتاخد 7 ايام بعربيه الحصان العادي، اما بالنسبه للحصان الوحش فبتاخد 4 ايام بس. ساعتها بطلنا طلب منهم يوفروا له حصان وحش، لكن للاسف هانس عرفوا ان ما عندهمش دلوقتي غير احصنه عاديه بس. لكن في اللحظه دي بنلاقي رايل دخل عليهم وبيقول لهم انا معايا حصان وحش، ولما هانس بيساله عن السبب اللي جابه رد عليه وقال له احنا صدنا جاموس في الطريق ورجعنا بيه احسن يبوظ مننا، وبلغ بارك انه هيكمل مهمته من بكره وانه هيبات في المدينه النهارده. وقتها بطلنا عرض عليه وقال له تعالى بات عندي ونتحرك كلنا مع بعض بكره، وكان بيوصف له مكان البيت عشان يروح لوحده، وده لانه هيروح للتاجر بابايك دلوقتي. فقال له رايل عادي جدا وان انا هاجي معاك ونروح احنا الاثنين مع بعض. وفعلا بنلاقيهم راحوا لبابايك وبلغ بطلنا انه هيوفر له عربيه بحصان وحشي عشان تساعده، وفي مقابل ده انه هيبيع لهم الخامات اللي هيجيبها بسعر الجمله. وطبعا مش محتاج اقول لك ان بطلنا وافق فورا وكان شايف ان دي صفقه ممتازه. وقبل ما يمشي بابايك طلب منه لما يرجع يكمل صناعه الثلاجات، وطبعا بطلنا بيفرح جدا بنجاح المنتج بتاعه. والناحيه الثانيه بنشوف صوفيا وهي قلقانه جدا على بطلنا وكانت بتلوم نفسها لانها ما راحتش معاه. وبنرجع بعد كده لبطلنا وكانوا في طريقهم للبيت، بس فجاه رايل وقف في مكانه وبنلاقيه بيقول في سره انا مش هقدر اقاتل الشخص ده وانه جواه طاقه شر كبيره جدا. فعشان كده بنلاقيه اخد بطلنا من ايده وفضلوا يجروا هما الاثنين، بس للاسف الشخص ده ضربهم وقدر يوقفهم. وبنلاقيه راح لرايل وبنكتشف انها صوفيا وكانت بتقول له انت ازاي تجرؤ تخطف السيد تاكومي، وكانت خلاص هتخلص عليه. لكن بطلنا ظهر في اخر لحظه وطلب منها تهدى وعرفها ان ده رايل وان هو اللي هيساعدهم في مهمه بكره، وخلاها تعتذر له عشان الحركه اللي هي عملتها معاه. وبنكمل بعد كده والشباب بيكونوا رجعوا للبيت ورايل كان مبهور جدا بجمال البنات وكان بيعرض عليهم انهم يجوا معاه، لكن البنات رفضوا وقالوا له انهم عاوزين يعيشوا مع السيد تاكومي، وحاجه زي كده خلت رايل يزعل جدا. المهم بطلنا بلغ البنات وعرفهم المهمه الجديده، وزي ما احنا متوقعين البنات وافقوا فورا وقرروا يروحوا معاه. وبنعرف انهم هيتحركوا بعد 3 ايام، فعشان كده رايل استأذن واخد بعضه ومشي. وفي وسط الايام دي بطلنا كان بيحاول يطور من الاسلحه بتاعته واللي بتكون اخدت منه مانه كتيره جدا. وبعد 3 ايام الشباب كانوا جاهزين انهم يبداوا المهمه بتاعتهم، وبنعرف ان الحداد اللي هيأمنوه اسمه دوجا وبيكون اتعرف على بطلنا. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف الموظف هانس وهو بيتكلم مع بارك وبيعرفوا ان جات لهم رساله من فرع هوراس بتقول ان الوحوش اللي في غابه الموت بقوا اكتر وحشيه وبيخلصوا على اي حد بيدخل المنطقه بتاعتهم. ساعتها بارك اتضايق جدا وده لان بطلنا اتحرك قبل ما الرساله توصل لهم. بعد كده بنروح لبابايك وكان قاعد مع شخص مهم جدا وكان بيتكلم عن مشكله المجاري اللي بدات تتحل، لكن كان في مشكله صغيره وهي ان مملكه سيدونيا وصلها الاخبار دي وانهم بيجهزوا جنودهم وناويين يعملوا حاجه. بنرجع بعد كده لبطلنا وبيكون وصل لغابه الموت واستاذن من الحداد وعرفوا انهم هيروحوا يجمعوا خشب الترنت وهيرجعوا،
وانه عمل حاجز بسيط حواليه عشان يحميه. وبيبداوا الشباب يتحركوا، وبطلنا سال صوفيا على الطريقه اللي هتخليهم يفرقوا بين الاشجار العاديه واشجار الترند. فقالت له صوفيا الطريقه الوحيده اللي هتخلينا نقدر نفرق بيها هي اننا نستخدم السحر الحسي، وده لان اشجار الترند بتتنكر وبتكون شبه الاشجار العاديه بالظبط، وفعلا بتعمل الخطوات دي وقفشت اول شجره متنكره. ساعتها بطلنا هجم عليها، بس للاسف في اشجار كتير جدا ظهرت وكانت بتحاول تخلص عليه، لكن البنات اتدخلت وبطلنا قدر يخلص على اول شجره فيهم، وكان فاكر ان الموضوع خلص على كده. لكن صوفيا قالت له ده احنا لسه في البدايه، وان اللعبه لسه ما خلصتش. وفعلا كلامها بيطلع صح، وكان حواليهم مجموعه كبيره جدا من وحوش الترند، وصوفيا كانت شايفه انهم لازم يستخدموا السحر، وده لانهم لو خلصوا على كل واحد لوحده فهيقعدوا سنه كامله. وفعلا الشباب استخدموا السحر وخلصوا عليهم في ثانيه واحده. بس فجاه بنلاقي ترند عجوز ظهر، وكل ما الشباب كانوا بيخلصوا عليه كان بيتجدد من تاني وحجمه بيزيد اكتر عن الاول. فعشان كده الشباب قرروا انهم يتحدوا مع بعض ويهجموا عليه مره واحده، لحد لما بطلنا يستغل فرصه تشتته وراح ضربه بالسيف في عينيه. وبكده اول جزء في المهمه بيكون خلص. وبعد يومين الشباب اخيرا بيكونوا وصلوا الهراس، واول حاجه عملوها انهم راحوا لنقابه المغامرين، ودوجا عرفهم ان اصعب وحوش هتقابلهم هي الوحوش اللي بتتغذى على الخام، وان ده اسوأ عدو للمناجم، وانهم لو قبلوا مهمه ابادتهم فساعتها هيقدروا يدخلوا المناجم. وفعلا الشباب قبلوا المهمه دي وبيكونوا قدروا يجمعوا الخام اللي هم عاوزينه. بس فجاه بتظهر وحوش ضخمه من الارض، لكن تاكومي قدر يخلص عليهم. ولما دوجا بيساله عمل ايه، فبطلنا بيقولوا دول وحوش بيعيشوا طول حياتهم تحت الارض، وانهم لما بيتعرضوا للضوء بيموتوا. وبعد ايام الشباب بيكون رجعوا لمدينه بولتون، وبنشوف بطلنا وهو في ورشه دوجا، وكان بيتعلم منه اساسيات دمج وصناعه سبائك المثريل. وبعد محاولات كتير اخيرا بطلنا قدر يدمج المواد الخام، وبيكون عمل السبائك اللي هو عاوزها، وقدر ينتج منها الدروع. ولما البنات بيلبسوه حسوا باحساس غريب، وبنعرف ان بطلنا دخل السحر في الموضوع، وانه خلى الدروع تتناسب مع شخصيه كل واحد فيهم. ده غير الدرع اللي هو صنعه لنفسه، واللي كان مزود سرعته بشكل كبير لدرجه انه دخل في الحيطه بسببه. ده غير كميه الاسلحه اللي صنعها من السبائك دي. لكن الطماع هيفضل طول عمره طماع، وصوفيا طلبت منه يصنع لها ترس، والغريب بقى ان بطلنا وافق انه يصنعه. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف الساحره نولين وهي بتراقب بطلنا، لكن فجاه بتلاقي قدامها ناس ناويين ياذوه، وبنعرف ان مملكه سيدونيا جهزت الجنود بتاعتها وطلبوا منهم ينفذوا المهمه دي في اسرع وقت. وبنروح بعد كده لامير مملكه باركولا، وبتكون وصلت له رساله من مملكه سيدونيا مكتوب فيها شويه كلام، ومن الواضح كده انهم بيهددوه بطريقه محترمه شويه. وبعدها بنلاقي مندوب من مملكه سيدونيا قاعد مع زعيم مملكه باركولا، وطلب منه يسلمه تاكومي اللي بيستخدم سحر الضوء، وانه استخدم السحر بتاعه عشان ينظف لكم المجاري ويخلي المدينه بتاعتكم احسن من الاول. فقال له زعيم باركولا انا مش عاجبني الكلام ده، ورفض يسلمه تاكومي. ساعتها المندوب اتعصب جدا وقال له انت لو ما سلمتوش يبقى ما تلومش غير نفسك. فرد زعيم باركولا بكل ثقه وقال له اللي عندك اعمله. وطبعا الاخبار دي بتكون وصلت لتاكومي، وكان قلقان جدا من كلام المندوب، لكن بابايك طمنه وبلغه ان زعيم باركولا مستنيه وعاوز يقابله. ساعتها بطلنا قلق اكتر وكان رافض يروح المقابله دي، لكن بعد محاولات كتير من بابايك اخيرا بطلنا بيوافق. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف بطلنا وهو قاعد مع البنات كالعاده، وبيكون حكى لهم اللي حصل، وان زعيم مملكه باركولا حماه من امبراطوريه سيدونيا، وانه ما ينفعش يرفض المقابله بتاعته، وطلب منهم يجوا معاه المقابله دي. وطبعا مش محتاج اقول لك انهم بيوافقوا، وعرفوا منه انهم هيتحركوا بعد اسبوعين، ولازم يجهزوا شويه حاجات قبل ما يتحركوا زي الاكل اللي هيستهلكوه في الطريق واللبس اللي هيقابلوا بيه الزعيم. وبعد شويه بنشوف البنات وهم بيجيبوا الخضار والفاكهه والحاجات اللي هيستهلكوها في الطريق، وبنلاقي ماريا بتقول ان بطلنا مش مقدر نفسه بشكل كويس. فقالت لها صوفيا كلامك صح، وانه شخص وسيم جدا وبنات كتير تتمناه، ده غير شخصيته وذكائه وتفكيره المختلف. وقتها بنلاقي ماريا قربت منها جدا وقالت لها انا حاسه انك بقيتي بتحبيه. فقالت لها صوفيا ما فيش الكلام ده، وانه السيد بتاعها وما تقدرش تفكر فيه بالطريقه دي. ولما حست انها اتقفشت والكذب بدا يبان عليها قالت لها انا هروح اجيب اكل وهاجي. ساعتها ماريا بتكون اتاكدت من معلوماتها، وان صوفيا واقعه في حب تاكومي من الدور العاشر. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف بطلنا وهو بيتكلم مع الساحره نولين، وكانت زعلانه منه لانه جه من غير ما يجيب لها هديه. لكن بطلنا كان متضايق جدا ودخل في الموضوع على طول، وانه قلقان جدا من امبراطوريه سيدونيا وما كانش عارف هم عاوزين منه ايه. فقالت له نولين انت موجود هنا بسبب الامبراطوريه دي، وان استدعيتك قبل استدعاء ابطال سيدونيا بسنه كامله، وان ابطال سيدونيا قدامهم كذا شهر لحد لما يجوا مدينه بولتون. ساعتها بطلنا اتعصب جدا وكان عاوز يعرف سبب استدعائه قبل ابطال سيدونيا، لكن نولين ما كانتش عاوزه تقول له، وعرفته انها مش هتقابله المره اللي جايه من غير ما يجيب لها هديه، وراحت ضربها على دماغه. وبعد شويه بطلنا بيكون فاهم من الغيبوبه اللي كان فيها، وكان مش عارف السبب اللي خلى نولين ما تجاوبش على الاسئله بتاعته، لكنه تخطى حاجه زي كده وكان بيقول في سره يا رب ما قابلش ابطال سيدونيا. المهم بيرجع بطلنا للبنات وبيكون صنع الهدوم اللي هيلبسوها يوم مقابله الزعيم، واللي كانت عاجبه البنات جدا. ده غير انه كان عاوز يصنع عربيه مريحه تساعدهم في الطريق الطويل اللي هيمشوا فيه، لكن كان شايل هم الحصان الوحشي اللي مش معاه، لكنه بيقرر انه هيستلف واحد من نقابه المغامرين. وقتها بنلاقي ماريا بتضحك ضحكه خبيثه شويه، وبنلاقيها بتقول له هو انت ما تعرفش السبب اللي خلى بولتون اسمها بلد المغامرين؟ فبطلنا بيقول لها انا اول مره اعرف ان البلد دي اسمها كده. فعرفته ماريا ان غابه الموت فيها احصنه اسمها احصنه دريك، ودي
بتكون اسرع من الاحصنه الوحشيه. فعشان كده بنلاقي بطلنا اخذ البنات وكانوا في طريقهم لغابه الموت، لكنه ما كانش مقتنع بكلام ماريا. وبنلاقيه بيسال صوفيا هل فعلا احصنه دريك احسن من الاحصنه الوحشيه، فصوفيا قالت له ايوه، وان لياقتها وسرعتها احسن منها بكتير، ده غير انها قويه جدا. وقتها بطلنا استغرب جدا وقال لها يمكن عشان دي نوع من انواع وحوش التنانين، فماريا قالت له لا، وانها شبه الاحصنه العاديه عادي جدا، وان الفرق ما بينهم هو قرن الكردان اللي موجود في دماغها. المهم بنلاقي كايكا بتطلب منهم يمشوا اسرع من كده، وبتكون سابتهم ودخلت الغابه. بس في اللحظه دي بنلاقي ذئب طلع من الغابه وكان بيجري على الشباب، والغريب بقى ان الذئب عدى من جنبهم ولا كانه شايفهم اصلا، والبنات كانوا مستغربين حاجه زي كده. فبطلنا قال لهم ده بسبب الهدوم اللي احنا لابسينها، وان طالما الذئب ما شافهمش فده معناه ان تاثيرها كويس جدا. ساعتها بنلاقي صوفيا قلعت العبايه بتاعتها وطلبت منهم يقلعوها لانهم دلوقتي محتاجين يتدربوا، وبنلاقيها خلصت على جاموسه ضخمه جدا، والشباب بيكونوا قدروا يجمعوا مجموعه كبيره جدا من الامدادات واللي هتساعدهم جدا في الطريق بتاعهم. والناحيه الثانيه بنشوف كايكب وهي بتدور على اي حاجه ممكن تفيد بطلنا، لحد لما لقيت قدامها حصان مصاب، ولما راحت تطمن عليه لقيته هجم عليها. وقتها شريط الذكريات عدى من قدامها وافتكرت تاكومي لما عالجها من الاصابه، فعشان كده حاولت تقنعه باي طريقه. بس في اللحظه دي بنلاقي نمل ضخم جدا كان عاوز يهجم عليهم، لكن كايكب والحصان اتحدوا مع بعض وقدروا يخلصوا عليهم، بس اتفاجئوا بمجموعه كبيره جدا من النمل متجمعين حواليهم. فعلى طول كايكب عملت حواليهم درع من شبكه العنكبوت عشان يحميهم، لكن للاسف النمل كان بياكل في الشبكه وكان بيحاول يوصل لهم. ساعتها كايكب ما كانتش عارفه تعمل ايه في المصيبه اللي هم فيها، وكانت بتتمنى ان تاكومي يكون معاها دلوقتي، بس للاسف النمل قدر يخترق الدرع بتاعهم وهجم عليهم، لكن بطلنا ظهر في اخر لحظه وخلص عليهم في ثانيه واحده، واعتذرلها على الاحساس اللي هي حسته، وعرفها انهم حسوا ان المنى بتاعتها قلت بشكل كبير، فعشان كده بدا يمشي ورا الاثار لحد لما لقاها. ساعتها كايكب شاورت على الحصان وطلبت منه يساعده لانه مصاب اصابات شديده جدا، وفعلا بطلنا وافق انه يساعده، لكن للاسف الحصان ما كانش متقبل اي علاج منهم وكان قلقان جدا من بطلنا. بس في اللحظه دي صوفيا حست ان في وحوش هتهجم عليهم، وكايكب كانت قلقانه جدا لاحسن بطلنا يسيب الحصان ويمشي، لكن بطلنا قال لها ما تقلقيش، وطلب منها تقعد معاه لحد لما يستدعيها مره تانية، وبينقلهم لصندوق الادوات بتاعه. ساعتها البنات كانوا قلقانين جدا عليه لان حاجه زي كده هتاثر جدا على جسمه، لكن بطلنا قال لهم مفيش مشكله، وكان بيحاول يشرب جرعات الشفاء، بس للاسف ما استحملش وفقد الوعي. وبعد 20 ساعه بطلنا للاسف كان لسه ما فاقش، والبنات كانوا قلقانين جدا عليه، ده غير ان كايكب كانت لسه في صندوق الادوات وما خرجتش. بس في اللحظه دي بنلاقي صوفيا مسكت ايد تاكومي، وبنعرف انها عملت كده عشان تتواصل مع كايكب، وسالتها هل تقدر تخرج من المكان ده ولا لا، فكايكب بتقول لها اقدر اخرج عادي، لكن خايفه لحسن الحصان يستغرب المكان اللي هنظهر فيه ويتعامل معاكم بوحشيه. فقالت لها صوفيا انت كده كده لازم تخرج انت والحصان، وانها لو ما عملتش كده فتاكومي مش هيقدر يرجع لوعيه تاني، وانها تحاول تخرج وتحوط نفسها بنفس الشبكه اللي عملتها في الغابه. وفعلا كايكب بتكون اقتنعت بكلامها وعرفتها انها تكون موجوده في الغابه. وقتها صوفيا كانت رايحه تجيب اعشاب طبيه، لكن ماريا قالت لها خليك انت مع تاكومي وهروح انا مكانك. وبعد ساعات كتير من القلق بطلنا بيكون فاق وبيتفاجئ بمنظر صوفيا وهي ماسكه ايده وكانت قلقانه جدا عليه، فشكرها بطلنا جدا على وقفتها معاه وانهم فعلا قد المسؤوليه. واول لما حس انه كويس قرر انه يخرج ويطمن على الحصان. واول لما كايكب دخلته الشبكه الحصان قلق جدا، لكن كايكب قالت له ده الملك بتاعي اللي انا كنت بكلمك عنه، وكانت بتحاول تطمنه، وفعلا بتكون عملت كده، وبطلنا بيكون قدر يروضه وقدر يعالجه كمان، وبيكتشف انها طلعت بنت وقرر انه يسميها كاميليا. وطبعا مش محتاج اقول لك ان البنات كانوا فرحانين جدا بالنهايه السعيده دي. وبنروح بعد كده لمملكه باركولا، وبنشوف بنت اسمها ريفا واقفه قدام شخص بيهينها، وانها بتكون انسانه على هيئه وحش ملهاش اي اهميه في الحياه، وان من النهارده مش هيقدر يهتم بيها اكتر من كده، وانها تشوف حد يتبناها بدل ما تترمي في الشارع. وطبعا كلام زي ده خلاها تزعل جدا، وده لانها عاوزه تشتغل عشان تبعت لامها واخوها فلوس لانهم فقراء جدا. والناحيه الثانيه بنشوف بطلنا والبنات قاعدين كالعاده، وبطلنا عرفهم انه هيروح ورشه دوجا عشان هيعمل شويه حاجات للعربيه اللي بيصنعها. فقالت له صوفيا انت محتاج ترتاح شويه، وان من المهمه اللي فاتت انت ما نمتش خالص، وانه محتاج يفكر شويه في صحته. فقال لها بطلنا ما تقلقيش عليا، وبيقول لها انا كويس جدا. وفعلا بطلنا بيودع البنات، وبنلاقيه راح لنقابه المغامرين. واول لما فتح الباب سمع الناس بيتكلموا عن حاجه غريبه ظهرت في المدينه، وان في ناس كتير شافتها. ساعتها بطلنا راح سال هانس عن اللي بيتكلموا عليه، فقالوا ده مخلوق غريب ظهر اليومين دول، وانه عمل تقرير مبدئي على كلام الناس اللي شافوا المخلوق ده، وانهم لحد دلوقتي ما وصلهمش اي تقارير بتتكلم عن الاضرار اللي سببها المخلوق ده. المهم بيسال بطلنا عن السبب اللي خلاه يجي هنا، فبطلنا قال له انا جاي عشان اسجل حيوان اليف تاني. ساعتها هانس استغرب جدا لانه اول مره قدر يروض عنكبوت مقاتل، وكان متحمس يشوف الحيوان الاليف الجديد. ولما بطلنا بيستدعي كاميليا هانس بيتصدم جدا، وبنلاقي كل اللي موجودين في المكان بيقولوا اهو ده الوحش اللي احنا شفناه. ساعتها بارك اتدخل وطلب من بطلنا يجي معاه. والناحيه الثانيه بنشوف صوفيا وهي بتتمشى في المدينه، وبنعرف انها كانت موجوده مع مولان صاحبه شركه تاجير الخدم، وكانت عاوزه خدم يكونوا بنفس المواصفات اللي بطلنا عاوزها، لكن مولان قالت لها ما عنديش خدم بالمواصفات دي. وفجاه بنلاقيها غيرت الموضوع وقالت لها انت شكلك اتغير
هتتاثر جدا من بعد ما تاكومي تعاقد معاكي. وبنرجع بعد كده للحاضر وبنلاقي ماريا بتنادي عليها، وكانوا بيجيبوا باقي الطلبات اللي هيستخدموها في الرحله بتاعتهم. وصوفيا كانت قلقانه جدا على بطلنا، وانه مش مهتم بنفسه ولا مهتم باكله، وانها لو كانت بتفهم في الخيمياء كانت ساعدته. وفجاه بنلاقيها طلبت من ماريا يخلصوا بسرعه عشان يلحقوا بطلنا ويعملوا له الاكل اللي هو عاوزه. واول لما بيروحوا ورشه دوجا بيلاقوا بطلنا نايم على الخشب من كتر التعب، ودوجا عرفهم انه ما قدرش يشيله ولا يحركه من مكانه حتى، ونصحهم انهم لازم يهتموا بيه لانه لو كمل بالحال ده فمش هيعيش لوقت طويل. وبعد ايام اخيرا بطلنا قدر يصنع العربيه اللي كانت في دماغه، ده غير انه قدر يوفر فيها مساحات كبيره جدا بحيث البنات ما يحسوش انهم راكبين عربيه عاديه. ومن المميزات اللي كانت في العربيه دي ان مهما كانت سرعتها مش بيحصل اي اهتزازات فيها. وماريا كانت شايفه انهم ممكن يركبوا فيها رفرفين مصنوعين من الحديد، وان ده ممكن يحميهم في المستقبل. وبنكمل بعد كده الاحداث والشباب كانوا جاهزين للرحله بتاعتهم، وبنعرف بعدها ان شباب نابي الاسد هيكونوا معاهم في الرحله دي. وفي اللحظه دي يا صديقي بنلاقي بابايك وصل، وكان مبهور جدا بشكل العربيه الجديده، ولما بص عليها وشافها من جوه انبهر اكتر، وطلب من بطلنا يقول له شويه معلومات عنها، وانه مستعد يدفع كل ثروته عشان يعرف سر العربيه دي. ومش بس كده، ده حاكم بولتون كان مبهور جدا بيها، وطلب منه يصنع له واحده لما يرجع، وانه مستعد يدفع فيها 100 عمله بلاتينيه. وقتها بطلنا كان مستقل جدا الرقم ده، بس لما حسب وعرف انه معدي ال 10 مليون على طول بيوافق. المهم بتبتدي الرحله والشباب كانوا في طريقهم للعاصمه، وحاكم بولتون كان حالف انه مش هيدي فرصه لاي حد يأذي بطلنا حتى لو اضطر يخلص على كبار مملكه باركولا. وبعد يومين الشباب اخيرا بيكونوا وصلوا للعاصمه، وبطلنا كان مستغرب ازاي ما فيش ولا وحش قابلهم في الطريق. ساعتها بنلاقي فريق نابي الاسد بيشكروا بطلنا وفريقه على اللي عملوه هم في الطريق، وان اي وحش كان بيقابلهم كانوا بيخلصوا عليه في ساعتها، وانهم ما عملوش حاجه يعتبر، وكانوا بيتفرجوا عليهم بس. وفي اللحظه دي بنلاقي بابايك بيطلب من بطلنا انهم اول لما يوصلوا السكن يجي له عشان يتكلموا مع بعض، وهيتكلم معاه في موضوع كده. وفعلا بطلنا سمع كلامه، وبابايك عرفه ان بعد 5 ايام من دلوقتي هيقابل زعيم مملكه باركولا، وطلب منه يصنع عربيه زي اللي معاه عشان يبين قدراته للزعيم. لكن بطلنا قال له انا مش هقدر اعمل عربيه كامله في وقت زي ده. فقال له بابايك مفيش مشكله، اعملها لما ترجع. فبطلنا بيقول له صعب اصنعها هناك وبعد كده انقلها لهنا، وانه لو معاه المواد الخام فممكن يحاول يصنعها هنا. وطبعا دي حاجه فرحت بابايك جدا، وقال له سيب لي الموضوع ده. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف بطلنا وهو قاعد مع البنات، وبيكون حكى لهم كل اللي حصل، وانه هيصنع عربيه تانية. فقالت له صوفيا انت محتاج حد يساعدك في الانتاج، وانك لازم تستريح شويه، وما ينفعش كل ما تحس انك كويس تجهد نفسك في الشغل. فبطلنا قال لها انا مش تعبان وانا هقدر اصنع العربيه دي عادي. فقالت له صوفيا خلي بالك انا مش هقدر اساعدك في الصناعه، وان انا كل اللي هقدر اعمله هو حمايتك بس، وان انت لو حصل لك اي حاجه انا مش هسامح نفسي، ومش هقدر اوفر لك الحمايه اللي انا وعدتك بيها. ساعتها بطلنا اتاثر جدا بالكلام اللي هي قالته، ووعدها انه هيحل المشكله دي. وتاني يوم الصبح بنلاقيه راح شركه تاجير الخدم، وطلب منهم بنت تقدر تساعده في الخيمياء، وانه عاوز يصنع عربيه من المسريل. ساعتها مدير الشركه قال له انت كده محتاج حد بيستخدم القوه السحريه. والناحيه الثانيه بنشوف صوفيا وهي بتدور على كويكب وكاميليا، فقالت لها ماريا دي قالت لي انها عاوزه تستكشف مبنى الشركه، وانها عاوزه تامن المكان لبطلنا. وقتها صوفيا اتضايقت جدا وقررت تدخل المبنى وتدور عليها، بس فجاه بنلاقيها سمعت صوت بنت بتعيط، ولما راحت لها لقت كويكب موجوده معاها. واول لما شافتها قالت لها انت بتعملي ايه هنا، وان انت المفروض تكوني موجوده بره. وبنلاقيها قومت البنت واعتذرت لها على اللي حصل. ولما بدات تتعرف عليها بتكون عرفت منها انها بدات تقرا كتاب اسمه موسوعه اساسيات الخيمياء على طريقه ارنولد. وطبعا حاجه زي كده خلت صوفيا تتفائل. وبعد شويه بنلاقي البنات بيقابلوا بطلنا وبيعرفهم انه رايح يقابل الخدم اللي هيتعاقد معاه، وطلب من صوفيا تيجي معاه ويقرروا مع بعض. وفعلا بنلاقيهم راحوا لمكتب المدير، وبنلاقي ريفا دخلت عليهم، وبطلنا بدا يعرفها بنفسه وعن الحاجات اللي هو بيعملها، وانه محتاج حد واخد فكره عن علم الخيمياء. وقتها ريفا اتفاجئت بكلامه، وكانت هتقول له الحاجات اللي بتقدر تعملها، بس للاسف بتكون افتكرت كلام مدير الشركه، وهو بيقول لها انا مش ههتم بحد فاشل مش بيقدر يعمل حاجه في حياته غير الاكل والشرب. وحاجه زي كده خلتها تتوتر جدا. وقتها صوفيا لاحظت انها متوتره، وقالت لبطلنا من الواضح ان البنت دي اتعلمت حاجات كتير لوحدها، وانها قابلتها من شويه وقالت لها انها بتتعلم كتاب اسمه موسوعه اساسيات الخيمياء على طريقه ارنولد. وحاجه زي كده خلت بطلنا ينبهر بيها جدا. وبطلنا بعدها بيقول هو ده اللي انا عاوزه، وان احنا الاثنين متشابهين. وطلع ورقه فيها تعويذه، وطلب منها تقول له التعويذه دي بتتكلم عن ايه. واول لما ريفا شافت الورقه عرفت ان دي تعويذه بتتكلم عن دائره سحريه ليها علاقه بصناعه الحلويات، بس للاسف ما كانتش عارفه نوع التعويذه بالظبط، وكانت شايفه نفسها فاشله جدا. لكن بطلنا ما كانش شايف كده، وقرر بعدها انه يتعاقد معاها. فقالت ريفا انا ما استحقش حاجه زي كده، وانها ما عرفتش التعويذه دي بتتكلم عن ايه. فقال لها بطلنا كفايه انك عرفتي ان التعويذه دي بتتكلم عن الحلويات، وان حاجه زي كده اكدت له انها بتفهم في علم الخيمياء فعلا. وطبعا مش محتاج اقول لك ان ريفا كانت فرحانه جدا، وبطلنا بيكون عمل معاها العقد. بس بعدها بنلاقي ريفا بتطلب منه طلب، وبتقول له انه يحول كل الفلوس اللي هي هتاخدها لاهلها الفقراء، وانها مش هتكون محتاجه الفلوس قد ما هم محتاجينها. فقال لها بطلنا انت بالطريقه دي هتكوني خادمه للابد. فردت ريفا مفيش مشكله، وانها عاوزه تشوف اخوها احسن واحد في الدنيا. فاتدخلت صوفيا في الكلام وقالت لبطلنا اكيد مع الوقت هي
هي هتتعلم حاجات كتير عن علم الخيمياء، وان مع الوقت اكيد هيجيب لها فلوس، ده غير انها هتتبسط جدا وهي بتخدمك زي بالظبط، وده لانها بتخدم شخص كويس. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الكلام ده فرح بطلنا جدا. وبنروح بعد كده لمملكه سيدونيا، وبنشوف الزعيم بتاعها وبيكون متضايق جدا من مملكه باركولا، وانهم مش عاوزين يسمعوا كلامه، وان دي ثالث رساله يتجاهلوها، وانهم مش عاوزين يسلموهم تاكومي. فعشان كده طلب من المساعد بتاعه انه يجهز الجنود ويهجموا عليهم. بس فجاه بنلاقي بنته اتدخلت وطلبت منه يستنوا كام شهر تاني لحد لما الابطال اللي استدعوهم يجهزوا. والناحيه التانيه بنشوف بطلنا وهو بيصنع العربيه الجديده. ساعتها ريفا كانت معاه وكانت مبهوره جدا بالسحر بتاعه، فقال لها بطلنا انت هتقدري تعملي كده الايام اللي جايه، وان انت فيكي كام ميزه مهمه جدا بيحتاجها الخيميائي الشاطر. وبعد شويه بنلاقي شخص بيسال بطلنا هل دي عربيته ولا لا، فقال له بطلنا دي عربيه الملك. فسال الشخص ده عن مين اللي صنعها، فقال له تاكومي انا اللي صنعتها. فرد الشخص ده وقال له شغلك جميل جدا يا تاكومي. وقتها بطلنا استغربوا جدا وسالوا عرف اسمه ازاي. وفجاه بنلاقي بابايك وزعيم مدينه بولتون بيجروا بكل سرعتهم وبيبينوا احترامهم للملك. ساعتها بطلنا اتصدم وفضل يعتذر للملك على قله ذوقه، لكن الملك طلب منه يتعامل بشكل عادي، وان التعامل برسميه بيكون ممل، وعرفه انه كيميائي قوي جدا في مجاله، ولولا ما كانوش حلوا مشكله المجاري اللي في المدينه، وبيبين احترامه ليه. ساعتها بطلنا استغربوا جدا وقال له ده انا اللي المفروض اشكرك على اللي عملته معايا، وانه دايما بيحميه وبيبعده عن مملكه سيدونيا. وتاني يوم الصبح بطلنا بيكون اتحرك من العاصمه وكان في طريقه لمدينه بولتون، وبنعرف ان ملك المدينه اداله مكافآت على الحاجات اللي هو عملها، وطلب من المساعدين بتوعه ان اي حاجه يعرفوها عن تاكومي تكون سر، وده لان مملكه سيدونيا بتحاول تعرف عنه اي معلومات، وان كل ما تاكومي بيتشهر اكتر كل لما يكون معرض للخطر اكتر. وبعد ايام بطلنا بيكون وصل لمدينه بولتون وبيكون اشترى القصر اللي قاعد فيه، وكده بقى بيته بشكل رسمي. وبنروح بعد كده لمملكه سيدونيا، وبنعرف ان جواسيس المملكه قدروا يسرقوا ادوات التطهير اللي بطلنا كان بيستخدمها، وطبعا دي حاجه ضايقتهم جدا لان ما ينفعش حد ياخد منهم شغلهم وهم يتفرجوا عليه. وبنرجع بعد كده لبطلنا وطلب من ريفا تجهز لانهم رايحين نقابه المغامرين عشان يسجلها في الفريق بتاعه، وفعلا بطلنا بيكون عمل لها رخصه وريفا بقت في الفريق بتاعه بشكل رسمي. لكن قبل ما يمشوا هانس طلب من بطلنا انه يختار اسم لفريقه، وده لان فريقه بقى من احسن الفرق الموجوده في المدينه، وانه ما ينفعش يقعد العمر كله من غير اسم للفريق بتاعه. فقال له تاكومي انت عايزني ابقى زي فريق نابل الاسد ولا ايه؟ ده غير انه مش مهتم بالقتال بسبب جسمه الضعيف، وان هدفه انه يكون احسن خيميائي في المدينه. وقتها بنلاقي مدير النقابه ظهر وبنلاقيه بيقول انت لازم تتعلم القتال، وان لو بقى عندك جسم قوي فده هيديك الحريه انك تهرب من اي حاجه. فقال له تاكومي انت سمعتني منين؟ وان انا مش عاوز اكون مقاتل اصلا. فقال له بارك مالكش دعوه، وان انا ايه اللي هدربك بنفسي. وبنلاقيهم خرجوا بره وبنشوف بارك وهو بيكسر عظم بطلنا حرفيا. وفي وسط الضرب ده كله بارك ساله هل فكر في اسمه ولا لا، فبطلنا قال له ايه رايك في اسم فريق المراحيض. وقتها بارك فقد فيه الامل وبنلاقيه رماه بعيد عن المنطقه كلها. وبعد لما بطلنا رجع البيت وبدا يتكلم مع البنات كانوا بيحاولوا يفكروا في اسم الفريق، بنلاحظ ان صوفيا متضايقه جدا وبنلاقيها خرجت عن صمتها وقالت ازاي قدر يضرب الملك بتاعي، وكانت عاوزه تروح تضربه، لكن بطلنا قال لها ده كان بيدربني مش اكتر، وانه لولا ما كانتش طاقتي هتزيد. والناحيه الثانيه بنشوف ابطال مملكه سيدونيا وهم بيتدربوا واللي مستواهم اتطور بشكل كبير، وانهم بقوا بيغلبوا المعلم بتاعهم. ساعتها اكاني بتلاحظ ان الشباب بقوا متكبرين جدا وما كانتش عارفه ايه السبب، فعشان كده قررت تقرا اكتر عن المملكه وتشوف اخرتها ايه. بنرجع بعد كده لبطلنا وبيكون صنع خاتم لريفا وعرفها ان ده خاتم لتفعيل التعويذات وهيساعدها في استخدام السحر، ده غير العصايه اللي صنعها لها واللي بتكون مصنوعه من خشب الترند. وبيروح بعد كده بطلنا البارك وكان بيتدرب معاه كالعاده، وصوفيا كانت بتحاول تساعد بطلنا وبتطلب منه يحسن من استجابته ويدافع بشكل احسن من كده، وان رئيس النقابه بيستهدف نقاط ضعفه بشكل مباشر. بعد كده بطلنا بيروح لنقابه المغامرين والموظف هانس بيعرض عليه مهمه لو عملها فمستواه وتصنيفه هيزيدوا. ولما بطلنا ساله عن التفاصيل بارك قال له الرحله هتاخد منك وقت 4 ايام بالظبط، وان هي من طرف شركه بابايك، وانهم هيروحوا مكان فريق نابل الاسد. وقتها بطلنا والبنات فرحوا جدا وقرروا يطلعوا المهمه دي وبيسحبوا الاحصنه بتاعتهم وبداوا يتحركوا فعلا. وبنعرف ان الشخص اللي بطلنا هيوصله رايح مدينه مشهوره بمنتجات الالبان، ودي حاجه خلته ينبسط جدا، وده لان بطلنا بقاله كتير جدا ما كلش جبنه. بس فجاه بيلاقوا قدامهم مجموعه من الوحوش بيتخانقوا مع بعض، لكن كايكب طلبت من كاميليا تخلص الموضوع ده بسرعه وبضربه واحده منها بتكون نهايه الموضوع. وبعد ساعات اخيرا الشباب بيكونوا وصلوا للمدينه وكانوا فرحانين جدا بطعم الاكل اللي فيها. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف الشباب بيتعشوا بنفس الجبنه اللي اتغدوا بيها. وقتها بنلاقي بطلنا بيسال هل في رز في البلد دي ولا لا، فقالت له صوفيا للاسف مفيش. فقال لها بطلنا انا نفسي اكل نفس الاكل اللي انا كنت باكله زمان، وان ايام زمان بدات توحشه. وبنلاقيه سال صوفيا هل ايام زمان وحشتها ولا لا، فقالت له اكيد وحشتني، لكن انا مقرره ان انبسط بالحاضر بتاعي، وان لولا ما كانش زمانها مبسوطه زي ما هي مبسوطه دلوقتي، وان هو الشخص اللي حرر
حررها من القفص وركب لها جناحات، وجمله زي دي خلت بطلنا يفكر في جمايل الساحره نولين، وانها هي كمان حررته من القفص اللي كان فيه. فعشان كده بطلنا قرر انه يسمي الفريق بتاعه اجنحه نولين. وبعد ايام بطلنا بيكون رجع لمدينه بولتون، وفي يوم من الايام وهو داخل بيته كالعاده للاسف بيشم ريحه غاز سام، ولما بيبص حواليه اكتشف ان في قتله مأجورين عاوزين يخلصوا عليه هو والبنات، لكن بطلنا قدر يخلص عليهم كلهم وبيستخدم سحر الشفاء وبيعالجهم. وكانوا مستغربين ازاي بطلنا ما تاثرش بالغاز السام اللي مرشوش، فقال لهم بطلنا انا وكيكب عندنا مهاره مقاومه شل الحركه ومقاومه السم. المهم بعدها بيخرجوا بره البيت، وبنعرف بعدها ان كيكب قدرت تكتف مجموعه من الشباب كانوا بيحاولوا يهجموا على البيت، وانها لما شافت المنظر ده كانت عاوزه تبلغ البنات اللي جوه، لكن لما دخلت اتصدمت بان في قتله موجودين جوه البيت كمان، وان القتله دول كان معاهم اسلحه، ومن الواضح ان الهجوم ده كان متخطط له. فعشان كده الشباب اتصلوا بالنقابه وبلغوهم باللي حصل، والزعيم بارك طلب من بطلنا انه يبلغ حاكم المدينه ويحكي له كل اللي حصل، ومن الواضح كده ان في ناس عاوزه تاذيه. وتاني يوم الصبح بنشوف بطلنا والبنات عند مكتب زعيم مدينه بولتون، وبيعرفوا ان الناس اللي هجموا على بيته امبارح دول مبعوثين من امبراطوريه سيدونيا، وان هدفهم ما كانش سرقه البيت، وهدفهم الحقيقي هو انهاء حياته، وان السبب ده كله هو اداه السحر اللي استخدمها بطلنا في تطهير مجاري البلد، وده لان من زمان كنيسه النور هي اللي كانت بتطهر المجاري، وانه يعتبر اخذ مكانهم ومصدر دخلهم الوحيد يعتبر اتقطع بسببه. وقتها بطلنا كان شايف انه يسيب البلد ويروح يشوف له مكان تاني يعيش فيه، لكن الزعيم ما كانش شايف كده وطلب منه يقعد في المدينه وانه هيكون بخير هنا اكتر. ودرون طمنه وقال له انا هطلب من الدوريات والفرسان بتوعي يامنوا المدينه ويراقبوا مين اللي بيدخل وبيخرج منها. وقتها بنلاقي بارك اتعصب جدا وكان بيقول ان احنا كده محتاجين نشوف حد يحمي تاكومي لما يطلع المهمات. فبطلنا بيقول لهم انا كنت مقرر ان انا هوقف طلوعي للمهمات وابدا اهتم بالانتاج. فبارك قال له مستحيل، وان انت فرقتك بقت من احسن الفرق الموجوده في المدينه، وان عدم طلوعك للمهمات ده ممكن يضر النقابه بتاعتنا. فرد بطلنا وقال له طب بالنسبه لحياتي. فدخلت صوفيا وقالت له ما تقلقش يا تاكومي، وهو بتقول انا هحميك واوعدك انك هتكون بخير. ده غير ان بارك وعده انه هيدربه وهيعلمه مهارات اكتر تساعده في القتال، وان لو اي حد هجم عليه هيقدر يخلص عليه بسرعه، وان كده مشكلته تكون اتحلت. وكانوا في طريقهم للنقابه، وبطلنا كان قلقان جدا على البنات وان بسببه كان هيعرضهم للخطر. المهم الشباب بيكونوا وصلوا للنقابه، وبطلنا طلب من هانس انه يسمي الفريق بتاعه اجنحه نولين. فقال له هانس ده اسم جميل جدا، لكن فجاه بنلاقيه غير الموضوع وقال له خلي بالك خبر الهجوم على بيتك انتشر، وان الكل بيتكلم عليك دلوقتي. ده غير ان في مكافاه كبيره جدا محطوطه على اللي هيقدر يخلص عليك، وطلب منه يخلي باله لان اهل البلد مستعدين يعملوا اي حاجه عشان الفلوس. وطبعا كلام زي ده خلى بطلنا يقلق جدا وكان مش قادر يعيش حياته بشكل طبيعي. ساعتها البنات كانوا بيحاولوا يطمنوه، وان سبب ضعفهم امبارح هو انهم ما كانوش عاملين حسابهم لحاجه زي كده، ووعدوه ان لو حصل حاجه زي دي تاني فهم هيخلصوا عليهم. فقال لهم بطلنا ان مش ده اللي مزعلني، وان انا متضايق لان فرسان المدينه هم اللي بيحموا القصر بتاعي دلوقتي، وان انا محتاج افكر في اداه سحريه تحميني، والاداه دي فكرتها انها تبعد اي حد مش متسجل في القصر. فقالت له ريفا ما تقلقش وسيب الموضوع ده عليا. فبطلنا قال لها كويس، وطلب منها تخلي الاداه دي تشتغل لما هم يطلعوا المهمات بس. وقتها صوفيا عرفته انهم محتاجين مهاجم يساعدهم في المهمات بتاعتهم. فقال لها بطلنا بارك قال لي نفس الكلام ده، وانه هيشوف واحد من طرفه. ساعتها البنات رفضوا الفكره دي وقالوا له احنا محتاجين بنت معانا لو سمحت. فرد بطلنا وقال لهم انا ما اعرفش اي مهاجمين في البلد. فقالت له صوفيا البلد مليانه مهاجمين بس للاسف بيشتغلوا لحسابهم ومش بيرضوا يعملوا عقد مع حد، وانه اضمن حاجه بالنسبه له انه يروح شركه مولان ويسالها. والبنات كانوا متفقين معاها وكانوا شايفين ان كلامها صح. وبعد شويه كل واحد راح اوضته ونام، وبطلنا هو الوحيد اللي كان بيشتغل. وتاني يوم الصبح بنشوف بطلنا واقف مع ريفا، والمفروض هيبداوا شغل على الاداه السحريه اللي هيعملها. بس في اللحظه دي بنلاقي صوفيا دخلت عليهم وطلبت من بطلنا انه يعلمها شويه حاجات عن السحر، وده لانها شايفه انه هيساعدهم كتير في المستقبل. وطبعا مش محتاج اقول لك ان بطلنا وافق، وهو بيكون اداها ورقه فيها شويه دواير سحريه وطلب منها تعمل واحده شبهها. والغريب بقى ان صوفيا قدرت ترسم الدوائر السحريه دي، وبطلنا كان هيبدا تفعيل التعويذه. بس في اللحظه دي بنلاقي كويكب وكاميليا بيتخانقوا مع جولم تاكومي كان عامله، لكن الجولم ما كانش كامل بسبب ان سحر التحكم الخاص بتاكومي كان ضعيف وقتها. المهم بيبدا بطلنا يدمج الرسومات السحريه وبيبدا يعمل التعويذه اللي هيزرعها في البيت عشان تحميهم بعد كده. وعلى الجانب الثاني بنشوف زعيم مملكه سيدونيا متضايق جدا، وده بسبب الجنود اللي كسفوه ما قدروش ينفذوا المهمه اللي اتطلبت منهم، وكان شايف انهم ينفذوا الخطه بتاعتهم ويبعتوا رجالتهم لمدينه بولتون. ساعتها هومر كان رافض الفكره دي، وده لانهم ما قدروش يستكشفوا الدايره السحريه الموجوده حوالين قصر بطلنا، وان قدامهم 3 شهور لغايه لما يجمعوا المانا المطلوبه عشان يقدروا يحللوا الدايره دي. بنرجع بعد كده لبطلنا وكان بيحاول يصنع جولم باي طريقه. فقالت له كويكا بدل ما انت تعب نفسك كده ايه رايك تروح وتروضه بنفسك. ساعتها بطلنا اقتنع بكلامها جدا، وبنلاقيه راح مغاره من المغارات عشان يقدر يروض الجولم، واللي كان ضخم جدا بصراحه والكل كان خايف منه، لكن بطلنا ركن خوفه على جنبه وبنلاقيه راح له. وساعتها البنات خافوا جدا عليه،
وبيروحوا له، لكن بطلنا طلب منهم يسيبوه، وبنلاقيه بعدها قرب من الجولم. وقتها البنات كانوا شايفينه شجاع جدا، لكن الحقيقه ان بطلنا كان ميت من الرعب. المهم بنلاقيه استخدم سحر نولين وفعلا قدر يروض الجولم ده، وبيكون سماه تايتن، وكان عاوز ياخده معاه للبيت، لكن صوفيا قالت له ما ينفعش، وانهم لو دخلوا بيه المدينه هيحصل مشكله كبيره. فوقتها بطلنا قرر انه يستخدم تقنيه البعد الجيبي، بس فجاه بنلاقي الجولم طلع غاز من كل حته، ومره واحده بنلاقيه وقع وبيصدم الكل، لكن بيخرج من الغاز ده بعدها وحجمه بقى صغير جدا. بنروح بعد كده لامبراطوريه سيدونيا، والابطال اللي تم استدعائهم مستواهم بيكون اتطور جدا، ومحدش بقى قادر عليهم، وبيكونوا وصلوا لمرحله وحشه جدا، والغرور قدر يسيطر عليهم. وبنرجع بعد كده لبطلنا، وكان بيشتغل وقتها على مشروع تطوير الجولم. بعد كده بيروح يقعد مع البنات، وبيعرفهم انه ناوي يلغي التعاقد معاهم، وانهم لازم يكونوا احرار. ساعتها البنات اتضايقوا منه جدا، وصوفيا سالته من امتى وهو بيفكر في القرار ده، فقال لها بطلنا من يوم ما تعرضنا للهجوم، وان قرار زي ده هيصب في مصلحه الكل. وقتها البنات ما كانوش عارفين مين اللي هيحمي بطلنا بعد كده، فقال لهم بطلنا حيواناتي والجولم، وان انا هلغي التعاقد عشان تعيشوا احرار مش اكتر، وان سلامتهم اهم حاجه بالنسبه له. لكنه بعدها بياخد الصدمه، والبنات مش بيوافقوا على القرار بتاعه، وعرفوه انهم هيكملوا معاه، ومتفاهمين فكره انه قلقان عليهم. وقتها بطلنا اعتذر لهم على اللي حصل، وانه كان اناني وفرض مشاعره عليهم، وطلب منهم يكملوا معاه. فبعدها البنات قالوا له احنا معاك لاخر العمر، وانهم مستحيل يسيبوه. وبعد شويه بنشوفهم هم بيجربوا النسخه الجديده للجولم، والبنات كانوا مبهورين جدا بيه، لكن بطلنا حب يصدمهم بالمفاجاه الكبيره، وبنكتشف انه عمل نسخه ضخمه من التايتن، واللي قوته بتكون اتطورت بشكل اكبر، وان التايتن الصغير هو اللي بيتحكم فيه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الكل كان مبهور باللي شايفه. والناحيه الثانيه بنشوف نولين وهي بتتكلم مع المساعده بتاعتها، وكانت قلقانه جدا من الشر والمشاكل اللي هتواجه بطلنا. بنروح بعد كده لقريه صغيره تابعه لمدينه بولتون، وبنشوف اهل القريه وهم بيجهزوا نفسهم عشان يسيبوا القريه ويمشوا، وده بسبب زعماء القريه اللي حرفيا دمروها ووقعوا الاقتصاد بتاعها. وطبعا خبر زي كده بيكون وصل لزعيم مدينه بولتون، وقرر انه مش هيتخلى عن اهالي القريه، وانه هيوفر لهم سكن في المكان ده. بس المشكله ان المكان ده كان مليان بالوحوش، والزعيم كان شايف ان مفيش حد هيقدر يحل المشكله دي غير بطلنا تاكومي. والناحيه الثانيه بنشوف بطلنا في مهمه هو وفريقه، وبيكونوا قدروا يخلصوا على كل الوحوش اللي هناك، لكن كان فاضل له اخر دورين في المغاره الموجوده، واللي كان الوحش بتاعها صعب جدا، لكن الشباب قدروا يتحدوا مع بعض وبيكونوا قدروا يكتفوه، والباقي استخدم السحر بتاعه وبداوا يوجهوه على التنين. لكن للاسف حصل عكس المتوقع، والتنين بيكون ما حصلوش اي حاجه، وبيفاجئهم بهجوم قوي جدا، والهجوم ده خلى تايتن يلزق في الحيطه. وقتها بنلاقي صوفيا بتقول لبطلنا نقطه ضعف التنين هي جناحاته، فعشان كده بطلنا استدعى كاميليا وخلاها تهجم على جناحاته، وهو استغل اللحظه دي ورمى سيف السحر بتاعه في بقه، وبيكون خلص عليه. وبعد لما التنين بيختفي بشكل كامل بيكون ساب لهم صندوق كنز كبير، ده غير ان كاميليا اتطورت من حصان عادي لحصان تنين. وبطلنا قرر انه يصنع منتج قوي جدا بجزء التنين اللي اتبقى منه. وبتعدي الايام وبطلنا بيكون راجع لمدينه بولتو، لكن زعيم المدينه استدعاه وطلب منه يروح المنطقه الجنوبيه ويحاول يخلص على الوحوش اللي هناك، وان مفيش حد قدر يخلص على الوحوش اللي هناك. فقال له بطلنا مش المنطقه دي مليانه بمصادر المثريل؟ فالزعيم قال له ايوه، وبنلاقيه غير الموضوع وقال له ايه رايك تبني قريه قويه في الارض دي؟ فقال له بطلنا ايه السؤال الغريب ده؟ فرد عليه الزعيم وقال له اصل سمعت انك بنيت سور قوي جدا في القريه اللي جنبنا، وان انا واثق انك هتقدر تبني مدينه قويه الناس كلها تتكلم عنها. ونصحه انه يبني قريه جنب النهر اللي هناك، وان ده احسن مكان موجود، ده غير انه بعيد عن الوحوش. وقتها صوفيا اتدخلت وقالت له يعني انت عارف ان بطلنا هيتعرض للخطر وعاوز تبعته لهناك؟ ساعتها بطلنا طلب منها تسكت، وساله عن السبب اللي خلاه يطلب منه طلب زي ده. فقال له الزعيم كان في قريه جنبنا اهل منطقتها سابوها من سنه، وده بسبب زعمائها اللي مش كويسين اللي وقعوا الاقتصاد بتاعها، وان اهالي القريه دي بقوا لاجئين دلوقتي، وان احنا استقبلناهم في بولتون ومدينه روكفورد، وانه جه الوقت انه يعمل لهم قريه خاصه بيهم. وقتها صوفيا كانت عاوزه ترفض، لكن بطلنا بيقول لها تسكت، وبيكون ادى الزعيم الموافقه. وحاجه زي كده ضايقت صوفيا جدا، فقال لها بطلنا انا ما اقدرش اتجاهل الناس سابوا بيوتهم، وان انا كنت مكان الناس دي من سنه، وانهم رحبوا بيا وفتحوا بيوتهم واستقبلوني فيها، وانه دلوقتي عاوز يرد لهم الجميل ده. وتاني يوم بطلنا راح جنوب المدينه وبدا يشتغل على القريه الجديده، واللي بيكون خلص كل الشغل اللي فيها في 10 ايام بس. ولما صوفيا طلبت من زعيم بولتون انه يجيب الناس وينقلهم للمدينه بيتصدم جدا، وكان شاكك ان بطلنا ما عملش اللي عليه وعمل شغل اي كلام فيها. لكن لما درون اخذ سكان اهل القريه وراح لارض بطلنا اتصدم من الشغل اللي اتعمل فيها، وان بطلنا ابدع في صناعه القريه دي، ده غير انه كان عامل بيوت لكل الاهالي ومعسكر لفرسانها كمان، وانه حل مشكله المجاري وبيكون طهرها بالسحر بتاعه. وقتها درون انبهر بيه جدا، وبنلاقيه بيقول له انت عملت كل ده ازاي في المده الصغيره دي؟ فقال له بطلنا قصدك ايه؟ ده انا لسه ما جهزتش القريه بشكل كامل، وبالنسبه لاجابه السؤال بتاعك فايوه انا استخدمت السحر. والناحيه الثانيه بنشوف واحد ومراته بيتمنوا ان وجودهم في القريه دي يكون خير. ساعتها بنلاقي واحده واقفه وراهم اسمها ماني، وكانت بتتفرج عليهم من بعيد. فبعدها صوفيا راحت لها وقالت لها هو انت وحيده ولا ايه؟ فردت ماني وقالت لها ايوه، وان جوزها مات في قريتهم القديمه. فردت صوفيا وقالت لها انا حاسه بيكي وانك محتاجه مساعده من الملك بتاعي. فقالت لها ماني مين الملك ده؟ فقالت لها صوفيا ده صاحب القريه اللي انت هتقعدي فيها، وانه الايام دي محتاج حد يهتم بيه. وسالتها هل بتعرف تطبخ ولا لا؟ فردت ماني وقالت لها ايوه بعرف. فعرضت عليها
صوفيا انها تقابل تاكومي، وفعلا بيروحوا لتاكومي. ولما بطلنا عمل معاها المقابله وعرف انها بنت كويسه قرر انه يشغلها عنده. لكن فجاه بنلاقي ماني رفضت وقالت له انا ما عنديش استعداد اتعرض لليأس مره ثانيه، وان اللي حصل لهم في القريه القديمه مش قليل، وانها مش واثقه فيه. ساعتها البنات قالوا لها بطلنا مش زي الزعيم بتاعك القديم، وبطلنا طلب منها تهدى وقال لها هنأجل العرض ده لبعدين لحد لما تهدى. وبتخرج ماني من عنده وكانت متضايقه جدا، وقررت انها تسيب القريه وتمشي، وفعلا بتعمل كده. لكن وهي بره القريه بتسمع صوت وحوش حواليها، وفي الوقت ده الاخبار بتكون وصلت لتاكومي، وبيكون اخد فريقه طلب من درون انه يرفع ابواب القريه. وللاسف ماني ما قدرتش تدخل، وشافت الابواب وهي بتترفع قدام عينيها. وبنرجع بعد كده لبطلنا، وبيسمع حد من اهالي القريه بيقول انا شفت ماني وهي بتخرج من البوابه. ساعتها بطلنا قال لهم ما تقلقوش، وانا مش هخلي اي حد فيكم يتعرض للخطر. وبالله اخد الشباب وفضلوا يدوروا عليها، لكن للاسف ساعتها الوحوش قدروا يوصلوا لماني، وكانوا خلاص هينهوا حياتها. بس بطلنا اتدخل في اخر لحظه وبينقذها. ولما هجموا عليهم بطلنا قدر يبعدهم عنهم، وقال لها شفت بقى انا طلعت كويس ازاي. وقتها ماني لاحظت انه متعور في ايده، وقالت له انت اتاذيت بسببي، وبتعتذر له عن اللي حصل. فقال لها بطلنا ما تعتذريش، وان اهم حاجه انت كويسه. في الوقت ده ماني ادركت ان بطلنا شخصيه كويسه، وانه مش زي الزعماء التانيين. فسالته هل لسه محتاج خدامه ولا لا، فرد تاكومي وقال لها ايوه محتاج، وان انت اتقابلت في فريقي. والناحيه الثانيه الاخبار بتكون وصلت لزعيم بولتون، وكان مبسوط جدا من بطلنا. لكن للاسف اخر الاخبار بتكون وصلت لامبراطوريه سيدونيا برضه. ولما الزعيم عرف ان بطلنا هو اللي بنى القريه دي بيكون شخص من الموضوع جدا، وكان بيحاول يلاقي حل للمشكله دي. فبعدها بنته راحت له وقالت له انا مش عاوزاك تقلق خالص، وان جه وقت الهجوم بتاعنا. وبنرجع بعد كده لبطلنا، وكان بيحاول يعلي اقتصاد القريه بتاعته. بس فجاه الشباب بيسمعوا صوت غريب، والصوت ده بيهز الارض حرفيا. وكايكا بتكون حاسه بطاقه مانا مش مريحه خالص. وقتها بطلنا افتكر كلام نولين، وان استدعائه قبل الابطال بسنه كان ليه سبب، وبيكون ادرك ان اعدائه وصلوا. وبعد 3 شهور بنشوف نولين وهي بتراقب ابطال مملكه سيدونيا، وكانت مبهوره جدا بادائهم ومستواهم اللي عدى مغامرين من الرتبه ايه، وكانت شاكه ان مملكه سيدونيا هتتحرك قريب. بعد كده بنروح لامبراطوريه سيدونيا، واليزابيث قالت للابطال جه الوقت اللي انتوا هتثبتوا فيه نفسكم للعالم كله. فقالوا لها الشباب احنا كده كده اقوى ناس في العالم. ولما سالوا اكاني هتروحي معاهم ولا لا، قالت لهم اكيد هروح معاكم. بنرجع بعد كده لبطلنا، وكان مبسوط جدا بالقريه بتاعته، وان الناس عايشين حياه كويسه. وعلى الجانب التاني بنشوف صوفيا وباقي الشباب بيكونوا اصطادوا وحش غريب جدا، وبنلاقيهم راحوا بلغوا بطلنا باللي هم شافوه. وصوفيا كانت شايفه ان كل اللي بيحصل في المدينه دي بسبب المنه الغريبه اللي حسوا بيها من 3 شهور. ساعتها بطلنا اتاكد ان نولين ما كانتش بتهزر، وان في سبب لاستدعائه قبل استدعاء الابطال بسنه كامله. وبعد شويه بنلاقي درون جه لبطلنا وعرفه ان في مهمه لازم يعملها. ولما بطلنا ساله عن اخبار المدينه، درون قال له مفيش حاجه اتغيرت، لكن في اشاعه طالعه بقالها مده، وان ابطال امبراطوريه سيدونيا اتحركوا. ساعتها تاكومي قال له من 3 شهور صح كده؟ فاستغرب درون جدا وقال له انت عرفت منين؟ وقتها بطلنا يتاكد ان احساسه طلع صح، وبيعمل اجتماع بالليل مع البنات، وكانوا بيحاولوا يحللوا اللي حصل. وماريا قالت ان احتمال ابطال سيدونيا يصححوا الفكره الغلط اللي متاخده عنهم، وانهم مش شرط يعملوا مشكله زي ما هو فاكر. وقتها بطلنا كان بيقول في سره اتمنى ان كلامها يطلع صح. وعلى الجانب الثاني بنشوف ابطال سيدونيا وهم بيودعوا اهل البلد، وكانوا في طريقهم لمدينه باركولا. وتاني يوم الصبح بنشوف بطلنا وهو في نقابه المغامرين، وبيكون عارف من هانس ان ابطال سيدونيا عباره عن 3 اشخاص، وبيكونوا ولدين وبنت، وانهم هيزوروا كل كنائس المدينه. وقتها بطلنا قلق شويه لكنه بيتخطى الموضوع، وبيبدا يعرف تفاصيل المهمه اللي هيعملها. ولما بيروح البيت ماني بتطلب منه انه ياخدها معاه في المهمه دي، لكن بطلنا بيرفض وطلب منها تقعد في البيت لحد لما يرجعوا. لكن بعد محاولات كتير بطلنا بيوافق وبيقرر ياخدها معاه، وبيروحوا بعدها لنقابه المغامرين. وبطلنا بيكون سجلها في النقابه، وماني بقت مغامره بشكل رسمي. بس فجاه بطلنا سمع صوت شباب بيزعقوا، ومش بس كده ده كمان كانوا بيعتدوا على الناس وبيضربوهم. وفجاه بنلاقيهم بيقولوا البنت اللي شبه الارنب دي جميله جدا، وطلبوا من تاكومي انه يسيبها، وعرضوا عليه فلوس كتيره جدا. لكن بطلنا قال لهم مستحيل ابيع حد من فريقي. ساعتها الشباب اتضايقوا جدا وقالوا له انت ازاي ما نفذتش الاوامر بتاعتنا، وطلبوا من البنات يسيبوه ويروحوا معاهم. لكن البنات رفضوا وقالوا لهم احنا مش هنسيب الملك بتاعنا ابدا. وقتها الشباب اتضايقوا جدا وكانوا عاوزين يضربوا بطلنا. فوقتها تاكومي طلب منهم يمشوا قبل ما يتعصبوا عليهم. ساعتها الشباب ما سمعوش كلامه وهجموا عليه، لكن بطلنا قدر يتفادى ضربتهم، وبيكون كسر سيف واحد منهم والتاني بيكون نيمه في الارض. فقالوا له الشباب انت شكلك ما تعرفش احنا مين، وان احنا ابطال سيدونيا ومش هنسيبك. فقال لهم بطلنا ده مش مبرر يخليكم تعتدوا على الناس، وعرفهم انه مش بيخاف من حد. فوقتها قالوا له الشباب مش هننساك وليك يوم. ساعتها بطلنا ما ردش عليهم، لكن فجاه بنلاقي اكاني راحت له واعتذرت له على اللي حصل. ولما بتعرف اسمه بتتصدم جدا، وقالت له هو انت اللي احنا بندور عليه؟ فقال لها بطلنا ما تتكلميش، وان انا هكون موجود في فندق الضفه البحريه. وبعد كده سابها ومشي. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف بطلنا وهو قاعد مع البنات، وعرفهم انه بلغ البنت اللي معاهم العنوان بتاعهم. والناحيه الثانيه بنشوف اكاني وهي بتتسحب عشان توصل للفندق بتاعهم، لكن فجاه بتسمع صوت واحد من الحراس بينادي عليها. ولما بتبص وراها بتلاقي صوفيا ضربت الحارس وعرفتها ان الفندق اللي قاعد فيه بطلنا في الشارع اللي جاي. وبعد شويه بنشوف اكاني قاعده مع بطلنا وسالته هل هو الشخص الياباني اللي تم استدعائه، فرد بطلنا وقال لها ايوه، وان سبب وجوده مرتبط بيهم. والناحيه الثانيه بنلاقي ابطال سيدونيا بيدوروا على اكاني وكانوا قلبين الدنيا عليها. وبنرجع بعد كده لبطلنا وبيكون عارف ان مملكه سيدونيا هي سبب المنع اللي حسوا بيها، وانهم
منهم الشر الرئيسي، وكان مستغرب الاثنين اللي كانوا معاها وايه السبب اللي مخليهم يتعاملوا بالطريقه دي. فقالت له اكاني دول ما كانوش كده في البدايه، وان اول لما راحوا سيدونيا شخصيتهم اتغيرت والتكبر والغرور سيطر عليهم، وبتكون حاسه انهم اتعرضوا لتعويذه خلتهم كده. ده غير انها من اول يوم ما كانتش واثقه في اي حد من مملكه سيدونيا، وانها دايما كانت بتستخدم سحر التطهير وقت الاكل والشرب، لكن ياماتو واكيرا كانوا بياكلوا وخلاص، وانهم كانوا مديين الاولويه لمبارزه السيوف. وقتها بطلنا ادرك ان سيدونيا كانت بتحط لهم حاجه في الاكل غسلت مخهم، وفجاه بالله اكاني طلبت من بطلنا انه ينقذها هي ولولو، وانها مستعده تعمل اي حاجه عشان تتحرر من السجن ده حتى لو اضطرت تسافر بلد تانية. فعرفها بطلنا ان ده مش حل، ولما بص على لولو عرف انهم حاطين حاجه على رقبتها عشان يعرفوا مكانها، فعشان كده قرر انه يحررها. ولولو كانت فاكره ان كده اكاني استغنت عنها، لكن اكاني وعدتها انها مش هتسيبها وانهم هيكونوا مع بعض لاخر العمر. ساعتها بطلنا طلب منها تيجي معاه، وانهم هيروحوا القصر بتاعه، وان هناك الدنيا امان اكتر. وفعلا بنلاقيهم راحوا لهناك، وبطلنا كان مبسوط انه قدر يشوف ضحكتها من تاني، وانها اتحررت من السجن اللي هي كانت فيه. وفي نفس اليوم بالليل حراس القريه لاحظوا تغيرات كبيره في الغابه، وان في وحوش بتقرب عليهم. والناحيه التانيه بنشوف بطلنا وهو بيتدرب مع ريفا، لكن فجاه طلب منها تنادي البنات. ولما البنات وصلوا بطلنا بلغهم انه هيلغي العقد بتاعهم، وانه الفتره اللي جايه هيتعرض لخطر كبير جدا، وانه مش عاوز يورطهم معاه. ساعتها البنات اتضايقوا جدا، فقال لهم بطلنا انا واخد قراري من بدري، وانه عاوزهم يكونوا احرار. ساعتها البنات قالوا له هو احنا ممكن نكون جنبك بعد الغاء التعاقد؟ فبطلنا قال لهم اكيد، وبعدها بيلغي التعاقد بتاعهم، والبنات بيرجعوا احرار من تاني. وبعد شويه بنشوف بطلنا صنع سيوف جديده، بس فجاه بتجيله رساله من النقابه مكتوب فيها استدعاء طارئ، وانهم محتاجينه دلوقتي. ولما بطلنا بيروح لهناك بارك بيعرفوا ان في وحوش متجهه لمدينه جيفورد، وان الجنرال درون محتاج ناس تساعده، وان مفيش غير 3 فرق بس هم اللي يقدروا يعملوا المهمه دي. اول فرقه وهي فرقه ناب الاسد، وتاني فرقه هي اجنحه نولين، اما بقى بالنسبه لثالث فرقه فهي الورده القرمزيه. المهم بارك بيعرفهم ان القائد درون بيجهز الفريق بتاعه، وانه هيهجم عليهم قريب، وطلب من تاكومي وباقي الفرقه يروحوا قبله ويراقبوا الوضع. وفعلا الشباب بداوا يتحركوا، وبنلاقي بطلنا ادى السيف اللي صنعه لصوفيا، وانها اكتر واحده تستحق السيف ده. ده غير انه بيأذي الخصم من اقل ضربه، وانهم لو قدروا ينفذوا الهجمات التسلسليه بالسيفين دول فساعتها هيستفيدوا بقوتهم. المهم بنلاقي كايكا بتبلغ بطلنا بان في مصيبه، ولما بطلنا بيبص من الشباك بيلاقي كميه وحوش كبيره جدا، من ضمنهم وحوش مجنحه. ده غير انهم قدروا يقتحموا سور القريه. ساعتها بطلنا والشباب بداوا يهجموا عليهم، وكانوا بيحاولوا يخلصوا عليهم بكل الطرق. وبعد نص ساعه اخيرا بطلنا والشباب قدروا يخلصوا على كل الوحوش، لكن للاسف كان في اصابات كتيره بسبب اللي حصل. وبطلنا طلب من ريفا وماني يعالجوا المصابين، اما صوفيا وباقي الفريق فييجوا معاه. وبعدها بيطلع بطلنا الهيس وباقي الشباب، لكن بيتصدم صدمه عمره، وبيلاقي دفعه تانيه من الوحوش جايه عليهم، وكانوا منسقين حركتهم بشكل غريب. وحاجه زي كده خلت الشباب يقلقوا جدا، وهيس كان شاكك ان في وحش قوي جدا هو اللي مسيطر على الوحوش دي. فقال له بطلنا ده معناه حاجه واحده بس، ان سيدونيا لما استدعت الابطال من كام شهر الكل حس بمنى غريبه، وان ده ممكن يكون سبب تطور الوحوش دي. وقتها الشباب قرروا انهم مش هيستسلموا، ويعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يخلصوا على الوحوش دي. بعد كده بنروح لامبراطوريه سيدونيا، وبيكون وصل لهم اخبار عن الوحوش الموجوده، وان عددها كويس جدا وكفيل يهد قريه تاكومي. ومساعد الزعيم كان شايف انهم يبعتوا الدعم يساعد الوحوش، فالزعيم قال له دي فرصه ذهبيه لينا، وطلب منه يخلي الجنود تجهز ويستنوا الاوامر بتاعته. لكن اليزابيث ما كانتش متفقه معاه في الكلام ده، وقالت له احنا لازم نخليهم عاجزين مش قادرين يعملوا اي حاجه، وانهم يبادروا بالهجوم، وان الابطال لازم يتدخلوا دلوقتي. وبنرجع بعد كده لقريه تاكومي، وصوفيا كانت مستغربه اعداد المصابين وانهم كتير جدا. والناحيه الثانيه بنشوف بطلنا وهو بيعالج المصابين، وصوفيا كانت متضايقه جدا لانه بدا يستهلك مخزون جرعات الشفاء كله. فقال لها بطلنا الجرعات ملهاش لازمه لو ما استخدمناهاش، وان ده وقت استخدامها. فعرفته صوفيا ان في دفعه ثانيه هتهجم عليهم، وانه لازم يخلي جرعات شفاء على الاقل لنفسه. فقال لها بطلنا ما تقلقيش، وان انا بحاول اتجنب الجروح اللي هتخليني استخدم جرعات الشفاء، وانه بيستهلك لياقته بشكل مناسب. وبيجمع الفريق بتاعه وطلب منهم يجمعوا الاطفال في مكان واحد، وان ريفا وماني وكايكب هم اللي مسؤولين عن حمايتهم. بس في اللحظه دي يا صديقي بتجيله اخبار ان الوحوش قربت عليهم جدا، فعشان كده بطلنا اخد كل الفرق وكان في طريقه للوحوش. واول لما قرب منهم وشافهم طلب من الشباب يخلصوا عليهم، وكانوا بيحاولوا معاهم بكل الطرق. بس فجاه الوحوش بدات تتراجع، والكل كان مستغرب اللي بيحصل، لكن بيتفاجئوا بتنين ضخم جدا ظهر، وللاسف قدر يضرب صوفيا وكان هيخلص عليها. لكن بطلنا ظهر في اخر لحظه وانقذها، وكان بيقول في سره يا ريتني جبت تايتان معانا. بس فجاه بنلاقي صوفيا سابته وراحت تقاتل التنين، وكانت بتحاول تخلص عليه، لكن للاسف التنين كان اقوى منها وكان هينهي حياتها. بس البنات ظهروا في اخر لحظه وبعدوه عنها بالسحر، وبطلنا وصوفيا بيكونوا اتحدوا مع بعض واستخدموا قوه السيفين وقدروا ياثروا على قوته. وبنلاقي صوفيا رمت السيف بتاعها لبطلنا عشان يقدر يستخدم قوته بشكل كامل، وفعلا بطلنا قدر يستخدم طاقه السيفين وقدر يخلص على التنين نهائيا. وبنلاقيه راح بعد كده لصوفيا وبدا يعالج الجروح بتاعتها،
وعرفها انها كانت طايشه جدا وكانت متهوره، وبدا يتخانق معاها لانها كانت هتنهي حياتها بايديها. وبعد كده بيعالجها وبيعرف من الشباب انهم قدروا يخلصوا على كل الوحوش، وبنلاقيه بعدها فقد الوعي. وبعد ايام كتير اخيرا بطلنا بيكون فاق من الغيبوبه اللي كان فيها، وبيكون رجع هو وفريقه لمدينه بولتون. والناحيه التانيه بنشوف اكيرا وياماتو بيخلصوا على ناس مالهمش اي ذنب وكانوا شايفين نفسهم عليهم. وبنرجع بعد كده لبطلنا وكان بيتعشى مع الفريق بتاعه، لكن فجاه الكل لاحظ ان صوفيا زعلانه وطلبوا من بطلنا يروح يصالحها. فبنلاقيه اخد طبق لحمه واداهولها واعتذر لها على كل اللي حصل وانه ما كانش ينفع يزعق لها. فقالت له صوفيا ما تعتذرش وان انا فعلا كنت غلطانه، بس انا كنت عاوز احميك. فقال لها بطلنا انا مش عاوزك تضحي بنفسك عشاني وان كلنا محتاجينك، ده غير ان عاوزك في حياتي العمر كله. وقتها صوفيا فرحت جدا ووعدته انها تكون جنبه ومش هتسيبه. وتاني يوم الصبح بنشوف بطلنا واكاني ولولو قاعدين مع زعيم مدينه بولتون، وبلغ بطلنا بعدها ان في مذبحه حصلت في مملكه سمندور وان الاثنين اللي كانوا مسؤولين عنها هم اكيرا وياماتو. ساعتها اكاني حست بالذنب جدا وكانت بتقول لو كنت خلصت عليهم ما كانش ده حصل. فقال لها بطلنا دي مش غلطتك وان امبراطوريه سيدونيا هي السبب في كل اللي بيحصل ده. وبعد شويه بنشوف بطلنا وهو بيتكلم مع الساحره نولين وعرفها انه فهم كل الكلام بتاعها وان وجوده في العالم ده ليه سبب، وسالها هيعملوا ايه الفتره اللي جايه. فقالت له نولين انت المسؤول عن كل حاجه. ساعتها بطلنا فرح جدا ووعدها انه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يحمي سكان اهل المملكه. وفجاه بنلاقيه طلع الحلويات اللي كانت عاوزاها ووعدها انه هيكون احسن خيميائي جه على وجه الارض. وهنا بتنتهي حكايه البطل تاكومي، وتقريبا كده في موسم تاني من الانمي واللي ما تمش الاعلان عنه، واول لما ينزل هنلخصه على طول. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ في احداث كتير لسه هتحصل في الموسم اللي جاي، فلو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك لان ده بيشجعنا استمر. وفي النهايه ما تنساش صلي على النبي. اشوفكم في حكايه جديده والسلام.